جايين لكم النهارده بانمي خطير وبيتكلم عن مصاص دماء فضل في ثبات عميق لمده 820 سنه وهو بيحاول يتاقلم مع العالم الحديث. بيلاقي نفسه في مواجهات مع قوه خارقه كبيره، لكن تفتكروا قوته كمصاص دماء هتكون كافيه لمواجهه القوه دي؟ وده اللي هنعرفه في حلقه النهارده، فما تنساش لايكك وسبسكرايبك ويلا بينا نبدا. بيبدا الانمي بتاعنا في الغابه، بنشوف جندي مستخبي لوحده ومرعوب بيحاول يتواصل مع القاعده بتاعته، بيقول لهم ان العدو هاجمهم اثناء تنفيذ المهمه وان كل زمايله ماتوا وهو الناجي الوحيد. لكن فجاه بيسمع صوت انفجار هائل والخط بيتقطع، فجاه بيظهر شخص مخيف من وراه وبيقتله في لحظه. بنروح للقاعده وبتكون اتدمرت تماما وبيكون فاضل جندي واحد بس وبيزحف على الارض. بيظهر قدامه شخص شكله مخيف وبيضحك ضحكه شريره وبيقول له انت فاكر انك ممكن تهرب مني؟ وفجاه بتحصل حاجه غريبه وكانه استخدم قوه خارقه وبيهجم عليه بكل قوته وبيقتله من غير تردد. بيتواصل معاه شخص تاني وبيقول له شكل كده هدفنا مش موجود معاهم، وبيكون الشخص قدامه اجهزه كتير وبيلاقي اشخاص تانيين مستعدين للهروب بالطياره المروحيه وبيكون الهدف بتاعهم منهم. بيكلم شخص تاني واسمه تاكيو، بيبعت له موقع الطياره عشان يروح يخلص عليهم، وبيكون تاكيو على طياره مروحيه ومعاه مدفع ضخم بيصوب ناحيه الطياره وبيدمرها في لحظه. بينزل لهم وبيقتلهم كلهم ما عدا الشخص اللي مستهدفينه. بيتواصل معاهم وبيبلغهم انه وصل للهدف. نروح لشخص تاني مخيف وبيقول انه كان فاكر ان المهمه دي هتبقى اصعب من كده، لكن للاسف خيبوا اماله. فجاه بيظهر القائد بتاعهم كرانس وبيقول له ان الهدف من المهام دي مش انهم يردوه يسلوا وقته. بيتواصل مع تاو وتاكيو وبيقول لهم ان المهمه كده انتهت وانهم يستعدوا للمهمه الثانيه. بيسالوه هتكون فين المهمه دي؟ بيرد عليهم وبيقول لهم انها هتكون في اليابان، لكن يا ترى مين الاشخاص دول وايه حكايتهم؟ بننتقل لمكان تاني وبنشوف اتنين من الطلاب رايحين مدرستهم، وبيكون واحد فيهم ايده مكسوره وبيقول ان دي اول مره يحس انه مفتقد المدرسه وعايز يرجع لها فعلا. بيرد عليه صاحبه وبيقول له شكل المستشفى كانت خانقاك فعلا. بيقول له ان مروحه للمدرسه ملوش لازمه وانه حتى مش هيقدر يكتب بايده دي. بيضربوا الواد على ظهره وبيقول له امال انت لازمتك ايه يعني، وان هو اللي هيكتب له كل دروسه لحد ما يفك ايده. بيتضايق صاحبه وبيقول شكله كده هيبقى اسبوع اسود. بيوصلوا المدرسه وبيلاقي كل الطلاب بيتكلموا عن الحارس الجديد وقد ايه هو وسيم. بيستغربوا الاثنين وبيدخلوا يشوفوا الحارس. بيوقفهم وبيسال الواد عن دراعه، بيرد عليه وبيقول له انه كان عنده مشكله مع عربيه من كام يوم. بيقول له صاحبه انه عيل غبي شويه. بيتعصب وبيقول له انه عمل كده عشان ينقذه اصلا. بيكون في اشخاص تانيين واقفين بيراقبوا كل حاجه، واحد منهم بيكون رايز المصاص الدماء وبيقول له المدير فرانكن ان عمليه مسح الذاكره نجحت اخيرا، لكن يا ترى مين اللي ممسوح له ذكرياته؟ بنرجع بالزمن وبنشوف الحارس مع الاثنين وبيقول له فرانكن انهم عايزين يعرفوا هو مين بالظبط وان هو وصاحبه اللي كان معاه شكلهم مش بشر عاديين. بيرد عليه الحارس وبيقول له انهم منظمه اسمها الاتحاد وان اللي في المنظمه دي بيبقى عندهم قدرات خارقه. وفجاه بيظهر مخالبه الطويله الحاده بيقول لهم انه مجرد فار تجارب وانه في الاول ما كانش بيقدر يعمل الحاجات دي خالص، لكن اللي وصل له ده يعتبر ولا حاجه بالنسبه للتجارب الناجحه الثانيه. بيسالوا في كام واحد من فئران التجارب زيه، بيرد عليه وبيقول له انه مفيش حد فضل وان هو الناجي الوحيد. بيقول له انه المفروض يفضل هنا لو مفيش مكان تاني يعيش فيه، وان اكيد المنظمه بتاعته هيدوروا عليه لو عرفوا انه لسه عايش. وبيقول له انه هيساعده لانه انقذ الطلاب بتوعه وانهم اتعرضوا لاصابات بسيطه بفضله هو وصاحبه. بيتفاجئ جدا وبيقول له انه واثق فيه زياده عن اللزوم وانه مش شخص طيب زي ما هو فاكر. بيرد عليه وبيقول له ان الثقه مش مهمه واهم حاجه هو قرار الزعيم بتاعه. بيقول له انه مش ناوي يقعده هنا ببلاش وانه هيعينه موظف جديد عنده. بنرجع للواقع والوظيفه بتكون انه يبقى حارس للمدرسه. بيقول له الزعيم رايزل انه هيمشي وهيعمل اللي قال له عليه. بيتفاجئ فرانكن وبيقول معقول يكون لسه بيفكر في الموضوع ده، لكن تفتكروا قصدهم على ايه بالظبط؟ بنروح للواد ابو ايد مكسوره وصاحبه، واول ما بيشوفوه بيتلموا عليه وبيكتفوه بالعافيه عشان يرسموا على دراعه. بيدخل رايزل الفصل وبيكون متحمس جدا وبيرسم له هو كمان. بيرسم له وبيتضايق الولد وبيقول انهم بيرسموا له حاجات غريبه. بيرد عليه صاحبه وبيقول له انها لايقه على وشه اللي يقطع الخميره من البيت ده. بتبدا الحصه بتاعتهم وبيصور يوسف سبوره بالتليفون بتاعه. بيقول له صاحبه الله يخرب بيتك هتودينا في داهيه وانه ما ينفعش يستخدم التليفون في الفصل. بيشوف رايزل التليفون وبيلاحظ ان كل طلاب المدرسه بيستخدموه. بتخلص الحصه وبيسمع يوبي يتكلم عن اللعبه الجديده اللي بداها وبيكون متحمس جدا انه ينهي كل الادوار بتاعتها. بيعرض صاحبه على رايزل انه يروح معاهم ويقضوا اليوم سوا، لكن بيفضل رايزل باصص لهم وساكت. بيقول يو انه عايش في بيت المدير واكيد مش هيوافق انه يخرج. بيكون فرانكن المدير والحارس واقفين على سور المدرسه وبيسالوا عمل ايه في اول يوم شغل ليه. بيرد عليه وبيقول له انه كان يوم عادي جدا وانه بيشتغل هنا بس مقابل قعدته في البيت بتاعه. بيروح لهم رايزل وبيقول لفرانكن ان العالم ده اتغير جدا. بيرد عليه وبيقول له انه فضل نايم وقت طويل جدا وفي اجيال عدت عليه. بيقول له انه البشر دول مذهلين فعلا وان العيال اللي معاه في المدرسه معاهم اجهزه غريبه وقالوا له انه لو معاه جهاز زيهم هيقدر يعمل حاجات كتير جدا. بيتفاجئ فرانكن وبيعرف ان قصده على التليفونات. بيقول له انه هيبقى عنده واحد خاص بيه في اسرع وقت. بيجي تاني يوم وبيكون الحارس واقف على البوابه. بيدخل يو صاحبه وبيقول له صباح الخير يا عم العجوز انت. بيتفاجئ الحارس انه بيقول عليه عجوز. بيروحوا الفصل وبيتفاجئوا اول ما بيشوفوا التليفون اللي مع رايزل وبيقول صاحبه انه كمان جاب احدث نوع. بيقول له يو يديله رقمه عشان يتواصلوا مع بعض. بيفضل رايزل مبلم كالعاده. بيقول له يو انه اكيد ما يعرفش يعني ايه رقم اصلا. بيقول له التاني انه هيظبط له كل حاجه وهيخليه بارع في استخدام التليفونات. بياخد التليفون وبيعلمه كل حاجه وازاي يبعت رسائل. بيكون فرانكن في المكتبه وفجاه بتجيله رساله من رايزل وبيتفاجئ انه اتعلم ازاي يستخدمه بسرعه. بنروح للحارس وبيكون واقف في حوش المدرسه وبيفتكر صاحبه اللي كان معاه في كل حاجه. بيروح له عامل النظافه وبيتعرف عليه وبيقول له انه اكيد طالما من طرف المدير يبقى شخص طيب. فجاه بتحصل حاجه غريبه جدا وبتدخل عليهم عربيه وبتبقى هتخبط الطلاب. بيسمعوا كل الطلاب صوت العربيه وبيقلقوا. بيخرج منها شخص ضخم وبيمسك واحد من الطلاب وبيعلقه من دماغه وبيقول بصوت عالي انه بيدور على واد شعره احمر. بيكون معاه افراد العصابه بتاعته وبيضايقوا الطلاب.
بالظبط. بيكون الحارس واقف بعيد وبيقول انه بيحاول يفضل مخفي ومش عايز يعمل قلق عشان محدش يكشفه. بيروح عامل النظافه للشخص الضخم وبيقول له ان دي مدرسه محترمه وانه لازم ياخد الصيع بتوعه دول ويمشوا من هنا. بيتعصب الشخص الضخم وبيهجم عليه بكل قوته، لكن بيظهر يو قدامه في اخر لحظه وبيسده بدراعه المتجبس. بيتفاجئ الشخص الضخم اول ما بيشوفه وبيقول له انت بقى الواد اللي عاكس حبيبتي. يستغرب يو، بيبص على العربيه بتاعته وبيشوف حبيبته. بيروح لمامبو صاحبه وبيقول له انت عملت كده فعلا. بيفتكر يو اللي حصل وهو ان البنت دي كانت بتعدي الطريق وكانت هتتقلب على وشها وهو اللي لحقها في اخر لحظه عشان ما تقعش. بيقول لهم ان ده كل اللي حصل وبينادي على البت عشان تقول الحقيقه، لكن بتتجاهله وبتفضل باصه في تليفونها. بيقول له يو ان شكله راجل كبير وعاقل وما ينفعش يتضايق على الحاجات دي. بيتعصب الراجل الضخم وبيهجم عليه، لكن بيقدر يو انه يتفادى كل هجماته، لكن بيمسكوا الراجل من ايده وبيديله بالبوكس في وشه وبيحدفه بعيد. بيكون الحارس عايز يتدخل لكن بيكون خايف على نفسه. بيظهر رايزل وراه وبيفضل باصص له وخلاص. بيقول لنفسه عايز ايه الراجل ده كمان. بيهجم الراجل الضخم على يو تاني وبيضربه علقه محترمه. بيبعد يو عنه وبيحاول انه يصده. فجاه بيضربه بكل قوته، لكن الراجل الضخم ما بيتاثرش وبيقول له انه هيوري له الويل. بيهجم عليه وبيكسر له الجبس وبيضربه في بطنه وبيطيره. بيقع يو على الارض وبياخد صاحبه مامبو معاه. بيقف عامل النظافه قدامه وبيحاول انه يصده، لكن بيمسكوا الراجل الضخم من لبسه وبيعلقه. بيقرر الحارس انه يظهر نفسه اخيرا وبيقول له يسيب العامل. بيسيبوا الراجل الضخم وبيهجم عليه هو، لكن بيتفاداه الحارس بطريقه احترافيه. بيمسكه من السلسله بتاعته بيوقعه على الارض. بيحاول الراجل الضخم انه يتخلص من قبضته، لكنه بيكون قوي جدا وما بيقدرش حتى يحرك ايده. بيشيلوا الحارس وبيحدفوا على العربيه. بيروح له بيقول له انه لولا ان كل الطلاب بيتفرجوا عليهم كان زمانه ميت. بيترعب الراجل الضخم منه وبيقوم على طول وبياخد صحابه وبيهربوا. بيتجمعوا كل الطلاب حوالين الحارس وبيشكروه، بيكونوا مبهورين بقوته. بيكون رايزل في الكافيتيريا لوحده وبياكل ومش في دماغه اي حاجه. بيجي اخر اليوم وبيفتكر الحارس كل اللي حصل له زمان لما كان بيتعمل عليه التجارب الخطيره هو وزمايله، لحد ما بيكون ما عندهمش مشاعر وما بيحسوش باي حاجه، وانهم كمان ما كانش ليهم اسماء طبيعيه وكانوا بيطلقوا على كل واحد رمز مختلف، لكنهم اتحدوا ظروفهم القاسيه وحاولوا انهم يعيشوا حياه طبيعيه زي باقي البشر. بيفتكر كلام صاحبه وانه قال له انه متاكد انهم في يوم من الايام هيلاقوا اسمائهم الحقيقيه واسماء كل زمايلهم اللي ماتوا. فجاه بيدخل عليه فرانكن وبيقول له انه سمع عن كل اللي حصل في المدرسه. بيتاسف له وبيقول له انه كان لازم يتدخل والا كانت هتحصل مصيبه. بيرد عليه وبيقول له ان اهم حاجه يفضل مسيطر على قوته وما يقتلش حد. بعدها بيسيبه وبيخرج لرايزل. بنروح للعصابه اللي شفناها في الاول وبيوصلوا لليابان. بيقول لهم القائد بتاعهم ان مهمتهم المره دي مش هيكون فيها قتال وهتكون عباره عن تحقيق. بيرد عليه واحد منهم وبيقول له انهم متخصصين في القتال وما بيفهموش في التحقيقات والحاجات دي. بيقطعوا وبيقول له انهم لازم ينفذوا اوامر المنظمه وبس. بنروح لشخصين تانيين وبيبقوا عايزين يدخلوا مكان غريب ومهجور. بيكون في 2 من رجاله الامن واقفين بره وبيكونوا لسه هيمنعوهم من الدخول، لكن فجاه بتحصل حاجه مش متوقعه وبنظره واحده بس منهم بيقدروا انهم يثبتوهم في مكانهم. وبعد ما بيدخلوا بيرجعوا الاثنين لطبيعتهم وبينسوا اللي حصل اصلا. بنعرف ان المكان ده مقر جريمه كبيره حصلت، وبيقول الواد ان المعلومات اللي اتقالت لهم هي ان اللي عمل الجريمه دي شخص مختل عقليا، لكن ده كله غلط وان جريمه زي دي مستحيل تكون من فعل انسان عادي. بيطلعوا على سطح المكان وبتقول له البنت تفتكر مين اللي عمل كده. بيرد عليها وبيقول لها انه سمع ان في اشخاص بين البشر بيسعوا انه يبقى عندهم قوه خارقه. بيقول لها انهم لازم يوقفوهم عند حدهم في اسرع وقت. فجاه بيطيروا الاثنين في الجو. بنروح للمدرسه وبيكون الحارس واقف على الباب، وكالعاده البنات بيفضلوا يعكسوه وبتكون خلاص الحصه هتبدا وهيقفل باب المدرسه، لكن بيلاقي يو بيجري بكل سرعته وبيطير على جوه. بيدخل الفصل وبيقول انه مش مصدق انه وصل في الميعاد بالظبط. بيقول لمامبو انه مش صاحب جدع عشان مش بيصحيه بدري معاه. قبل ما الحارس بيقفل باب المدرسه بنشوف الاثنين اللي طاروا من شويه داخلين عليه ولابسين لبس المدرسه. بيقول لهم الحارس ينجزوا شويه وان الحصه بدات خلاص. بيروحوا له الاثنين بكل برود وبيبصوا له الواد بعينه الحمراء الغريبه. بيتفاجئ الحارس جدا وبيفتكر عين رايزل وبيقول لنفسه ان اكيد هم كمان زيه. بيقول الولد انهم عايزين يقابلوا مدير المدرسه. بيوديهم الحارس لفرانكن وهو كمان بيتفاجئ اول ما بيشوفهم وبيقول لنفسه بيعملوا ايه هنا دول. بيقول له الولد انهم سمعوا انه في حاجه اسمها مدارس في البلد دي والاشخاص اللي في سنهم هم اللي بيدخلوها. فجاه بتحصل حاجه غريبه وبيحس فرانكن بقوته الهائله. بيتصدم وبيقول لنفسه ان قوته زي قوه الزعيم رايزل وبيتاكد انهم مش بشر عاديين. بيقول للولد انهم عايزين يقدموا في المدرسه. بيقول فرانكن لنفسه شكلهم كده فاكرين ان انسان عادي. بيقول لهم انه هيبدا معاهم التدريبات دلوقتي، لكن الاول بيبعت رساله لرايزل. بعد شويه بيدخلوا الاثنين الفصل بيعرفوا نفسهم للطلاب، وبيكون الولد اسمه ريجي والبنت اسمها سيرا، وكل الطلاب بينبهروا من شكلهم. بيقول يونو زهق من العيال الاجنبيه اللي انتشروا في المدرسه دول. بيكون بامبو مش مركز معاه خالص وبيفضل باصص لسيرا. بيقول المدرس ليو يهتم بيهم ويعرفهم كل حاجه في المدرسه. بيتعصب يو بيقول له هو مفيش غيري في الفصل ده ولا ايه. فجاه بيلاقي كل الطلاب بيبرقوا له كانهم هياكلوه وبيضطر انه يوافق. يلاحظ ريجي وجود رايزل وبيحس بقوه كبيره خارجه منه. بيتصدم وبيقول لنفسه انه مش انسان عادي واكيد وراه حاجه. بيجي وقت الاكل وبياخدهم يوم معاه وبيقول لهم ان الاكل النهارده على حساب مامبو ترحيبا بيهم يعني. بيكون مامبو في دنيا تانية اصلا وبيفضل مركز مع سيرا. بيلاحظ يو الموضوع وبيضحك ضحكه خبيثه وبيعرض على رايزل انه يخرج معاه بعد المدرسه عشان يلعبوا اللعبه الجديده. بيجي اخر اليوم المدرسي وبيمشي فرانكن مع الحارس. بيقول له انه سمع انه نقل الطلاب الجداد دول لفصل رايزل. بيرد عليه وبيقول له ان ده كان قرار رايزل نفسه وبيقول له انهم لازم يخلوهم تحت الانظار ويعرفوا نواياهم الحقيقيه. بيرد عليه وبيقول له انهم لازم يخلوا بالهم كويس وما يستهونوش بيهم لحد ما يتاكدوا منهم. بيساله هل عرف ايه طبيعتهم ولا لا. بيرد عليه وبيقول له انهم من النوبلس. بيتفاجئ الحارس وبيقول له ان الاتحاد كان بيدور عليهم لكنهم ما قالوش ليه، لكنهم كانوا عارفين انهم مش اشخاص عاديه واكيد عندهم قوه
قوة هائلة وحتى منظمة الاتحاد مش هتقدر عليهم. بيحكي له فرانكن الحكاية من اولها وبيقول له ان زمان قبل التقدم اللي وصلوا له البشر كانوا عاجزين تماما وعايشين في رعب وخوف من الوحوش والطبيعة، لحد ما ظهروا الاشخاص الغريبة دول واكتشفوا انهم عندهم قوة هائلة تقدر تحميهم من اي حاجة خايفين منها، وعشان كده بدأوا انهم يعتمدوا عليهم ويطلبوا منهم المساعدة في الاوضاع الخطيرة، وفعلا كانوا بيساعدوهم وبيحموهم وكانوا بيحسوا ان ده واجبهم اصلا ناحية البشر الضعفاء، وبيقولوا انهم اكيد ما تصرفوش معاه بعمق لانهم كانوا فاكرين انه من البشر. بيقول له الحارس ان اكيد هو ورايزل من النوبلس دول برضه. بنروح ليو الباقيين وبيكونوا كلهم في بيت رايزل بيتخانقوا يو ومامبو على المكان وبيبهدلوا البيت وبيمسكوا يو وبيخنقوا. فجأة بيدخلوا فرانكن والحارس وبيتفاجئوا كلهم اول ما بيشوفوا الحارس. بيرد عليه فرانكن وبيقول له انه عايش هنا مقابل شغله في المدرسة. بيبص الرايزل وبيبعد وش عنه على طول كأنه بيخلي مسؤوليته عن اللي حصل في البيت. بيحاول فرانكن انه يتعامل عادي وبيقول لهم انه ما كانش يعرف انهم هيزوروه. بيتأسف له مامبو على المفاجأة دي والبهدلة اللي عملوها في البيت، وفجأة بيزعق يو وبيقول ان مفيش كوبايات هنا وبيقول للمدير يجيب لهم شوية كوبايات. بعد ما بياكلوا بيغسل المدير كل الاطباق وما بيكونش طايق نفسه وعايز يخلص منهم باي طريقة، وبعدها بيحضر لهم الشاي كمان. بيشكروا يو بيقول له انه طلع مدير طيب ومتواضع. بيعرض عليه انه يخلي ريجي وسيرا كمان يعيشوا معاه. بيتصدم فرانكن وما بياخدش باله من الشاي اللي بيدلق منه. بيقوم وبيقول لهم انه سالهم عن عنوانهم وقالوا انهم لسه ما عندهمش مكان يعيشوا فيه، وبيروح لهم وبيقول لهم انهم لو فضلوا هنا فهيبقوا امان مع المدير ورايزل والحارس. بيسال رايزل عن رايه وبيرد عليه وبيقول له انه ما عندوش مانع. بيفضل فرانكن واقف في مكانه ومش عارف يتصرف ازاي. بيضطر انه يوافق هو كمان وبيطلب منهم انهم يفضلوا هنا. بيكون الحارس واقف بعيد وما بيقولش رايه. بيرجعوا هما الاثنين المطبخ وبيتاسف له فرانكن وبيقول له انه عارف انه اكيد مش هيبقى مرتاح في وجودهم. بيرد عليه وبيقول له ما يقلقش عليه وانه مجرد ضيف هنا. بتدخل سيرا عليهم وبتعرض عليهم المساعده. بيرد عليها فرانكن وبيقول لها انهم مش محتاجين المساعده وبيقول لها ان غرفتها جاهزه عشان ترتاح شويه، لكن قبل ما بتخرج بتلاحظ الوشم الغريب اللي على ايد الحارس. بيجي تاني يوم وبيكونوا الاثنين في المدرسه. بتقول له سيرا على الوش وبتقول له انه رمز خاص بمنظمه الاتحاد المعروفه. بيرد عليها وبيقول لها انه كان حاسس بحاجه غريبه من ناحيته اول ما شافه. بيقول لها معقوله يكون وحش من صنع البشر فعلا؟ ترد عليه وبتقول له انهم لازم يراقبوه كويس ويتاكدوا بنفسهم. بعدها بيسيبها وبيروح للحارس. بيستغرب الحارس اول ما بيشوفه لكن بيسيبه وبيمشي. بيوقفه وبيساله ناوي على ايه من انضمامه لمجتمع البشر. بيقول له انه بيكره الناس اللي زيه اللي بيتخلوا عن انسانيتهم عشان القوه. بيقف الحارس فجاه وبيتفاجئ من كلامه. بنرجع ليو الباقيين وبيكونوا مروحين البيت. بيقف يو قدام مامبو وبيقول له انه المفروض ما يمشيش جنبه هو. بيستغرب مامبو وما بيكونش فاهم قصده. بيقول له يو انه عيل غبي جدا. وفجاه بيظهروا اشخاص شكلهم مخيف. يقول واحد منهم ليو بقى عندك صحاب اجانب كمان. بيروح واحد فيهم لسيرا وبيضايقها. بيقف مامبو قدامه لكن بيزقوا الواد. بيمسكوا يو بيقول له يسيب صحابه في حالهم. يروح واحد تاني الرايزل وبيحط السكينه على رقبته وبيهدد يو عشان يروح معاهم. بنرجع للحارس وريجي وبيقول له انه عايز يعرف كل حاجه عن الحوادث الغامضه اللي بتحصل اليومين دول وعايز يعرف مين اللي وراهم. وبيساله هل هو واللي زيه مسؤولين عن اللي بيحصل ده. بيساله الحارس ليه عايز يعرف ده كله. بيرد عليه وبيقول له انه ناوي يرجع القوه الهائله اللي سرقوها. بيقول الحارس لنفسه انهم اكيد عايزين يوصلوا للتابوت هم كمان. بيضحك وبيقول له يوفر على نفسه ده كله والاشخاص اللي سرقوه ماتوا بالفعل. بيستخدم قوته الخارقه وبيعرف انه ما بيكذبش فعلا وبيقول له انه برضه مش هيسيبه بسهوله. بيستخدم قوه التحكم في العقل وبيهجم عليه لكن بيقدر الحارس انه يصده. ما بيسمحلوش انه يتحكم في عقله. بيظهر مخالبه الحاده وبيهجم عليه بكل قوته لكن بيصده ريجي بسهوله وبيمسكه وبيطوحه في الجو. فجاه بتتواصل سيرا معاه وبتقول له انها في وضع مطمئن خالص. بنروح لهم وبيكونوا كلهم راحوا مع العصابه وبيطلع الشخص اللي اتهجم على المدرسه واحد منهم وبيقول له القائد بتاعهم ما تفتكرش انك هتخرج سليم من هنا انت واصحابك. يرد عليه بكل ثقه ويقول له يبطل كلام كتير ويوريه هيعمل ايه بالظبط. يرمي شنطته بعيد وبيقول لهم انه جاهز للقتال وبيبعد مامبو ورايزل وسيرا عن الساحه عشان ما يتاذوش. بيتلموا كلهم على يو لكن بيقدر انه يواجههم لوحده وبيخلص عليهم واحد ورا التاني لكن بيهجم عليه واحد من ورا وبيخنقه. بيحاول يو يتخلص من قبضته وبينجح فعلا. بيكونوا الحارس وريجي وصلوا المكان. بيوقفوا الحارس وبيقول له انه ما ينفعش يظهر قوته الخارقه قدامهم والا هيروح في داهيه. وبيقول له انه صاحبته في امان وان يو قام بالواجب وزياده. بيتفرجوا عليه وهو بيقاتلهم وبينبهر ريجي بقوته وبيقول ازاي انسان عادي كده عنده القوه دي كلها. لكن فجاه بيطلع واحد فيهم مسدس وبيدخل الحارس على طول وبيوقعه. بيهجم عليه واحد تاني بالعصايه وبيقدر يصده بسهوله. بيكون يو لسه هيهجم عليه لكن بيوقفوا الحارس وبيقول له كفايه كده وكل افراد العصابه بيخافوا وبيجروا. بيمشوا هم كمان وبيقول ريجي للحارس ان البشر اتغيروا جدا في الفتره اللي فاتت وما بقوش ضعفاء زي ما كانوا. يرد عليه وبيقول له انهم خلاص ما بقوش محتاجين قوتهم في حاجه وان احسن له يبعد عن اللي بيعملوا ويسيبهم في حالهم. بيقول له انه مجرد انسان معدل ومش هو اللي هيقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. بيقف الحارس وبيقول له انه لو قال عليه انسان معدل تاني هيقتله. بيرد عليه وبيقول له انه هيقتله هو الاول. بيفضلوا الاثنين يتخانقوا مع بعض في نص الشارع وحتى بعد ما بيرجعوا البيت بيفضلوا يتخانقوا على الغرف. وبيقول له ريجي انه مش هيسمح له ياخد غرفه اكبر من غرفته. بيفضلوا الباقيين ساكتين وبيتفرجوا عليهم وبس. بنروح لعصابه كرانس وبيكونوا في المبنى الغريب اللي اتدمر. بيسال تاوي اللي اتقال عن الحادثه دي. بيرد عليه وبيقول له انه الشرطه قالت ان مختل عقليا هو اللي عمل ده كله. بيضحكوا وبيقولوا ان اكيد محدش صدق العبط ده. بيقول شارك ان من الواضح ان ده حصل بسبب قتال بين مجموعه من الاشخاص اللي عندهم قوه خارقه. بيرد عليه تاو وبيقول له انه لسه بيحقق في الموضوع. وبيقول انه كمان لقى التقرير اللي جيك وماري بعتوه لمنظمه الاتحاد وانهم كانوا جايين هنا عشان يرجعوا التابوت لكن فيران التجارب الاثنين سبقوهم وعشان كده حصل بينهم قتال. وبيقول لهم ان اكيد جيك وماري لسه بيدوروا على التابوت وان الاثنين
والاتنين التانيين لسه موقعهم مجهول ومحدش يعرف ايه اللي حصل لهم بالظبط. بيقول كرانس انهم لو لقوا اي حد منهم يقبضوا عليه على طول. بيجي تاني يوم في المدرسه وبيدخل رايزل وبيقول للحارس انه اتعود على المكان هنا. بيسالوا الحارس هل اتعود على المكان هو كمان ولا لا، لكن ما بيردش رايزل عليه وبيكمل طريقه. بنروح ليو مامبو وبيقول له مامبو انه بيدبس نفسه في الخناقات وانه لو الحارس ما كانش موجود ساعتها كان زمانه ميت. بيقول له انه كان بيتباهى بقوته قدام سيرا. بيتعصب يو بيقول له ان هو اللي بيعمل كده. بيكونوا ريجي وسيرا مع الحارس وبيقول له انه حذره قبل كده وقال له انه ما بيحبش الناس اللي زيه. بيقول له انه لسه مش عارف هو بيخطط لايه لكن وجوده حواليه مزعج. يرد عليه وبيقول له انه مش بيراقبهم. بيقطعه وبيقول له ما يعملش نفسه غبي وانه عارف انه بيتجسس عليه. يرد عليه وبيقول له انه شغال كحارس للمدرسه وشغله انه يراقب الطلاب ويتاكد انهم بامان. بيقول له ريجي انه لو شافه بيعمل حاجه غلط هيخليه يندم ان شغله في المدرسه دي. يرد عليه وبيقول له بما انك لاحظت بقى فانا عارف انكم بتخرجوا كل يوم بالليل تدوروا على حاجه معينه. وبيقول ان ممنوع للاطفال انهم يخرجوا في وقت متاخر كده. بيتعصب ريجي جدا انه بيقول عليه طفل. بنروح للمدير وبيكون مع رايزل وبيقول له ان عيله سيرا وريجي ما غيرتش اساليبها في القتال رغم ان قوتهم قلت جدا عن زمان. بيقطعوا رايزل فجاه وبيقول له ان الشاي عايز سكر. بيتاسف له فرانكن وبيجيب له السكر على طول. بنروح ليوم مامبو وبيكون مامبو شغال على الفحوصات الامنيه اللي اتطلبت منه. بيكون يو زهقان جدا ومش لاقي حاجه يعملها. بيقول مامبو انه جعان وبيقوم يو على طول وبيقول له يعتمد عليه وهو يحضر له احسن اكله. بيلاقي مامبو ان في حد اخترق النظام الامني. بيتحمس جدا انه يعرف هو مين وبيطرده على طول من النظام والشخص اللي بيحاول يخترقه هو تاو. واول ما بيطرد بيتحمس جدا هو كمان وبيقول ان اللعبه شكلها هتحلو. بيلاقي مامبو انه رجع تاني وبيقول ان هيديله هديه هتعجبه والهديه دي بتطلع فيروس وبيخترق الجهاز بتاعه. بيقول تاو ان الخصم بتاعه سريع وردة فعله دقيقه جدا وبيوري له الشغل اللي على حق. بيلاقي مامبو اختراقات كتير جايه له مره واحده وبيقلق جدا وما بيقدرش يصد ده كله. بيخرج له يو بيقول له ان الاكل جاهز ولسه طالع من على النار. بيحذروا مامبو من السلك اللي على الارض لكن للاسف بيحذروا متاخر والسلك بينفصل عن الجهاز وكل اللي كان بيعمله بيروح. بيزعق له مامبو بيحاول انه يرجع كل اللي عمله بسرعه لكن الغريب انه بيلاقي الهجمات وقفت وبيقوم وبيقول انه لازم يعمل تليفون مهم. بيتضايق يو بيشوف كان بيعمل ايه على الجهاز وبيلاقي محادثه بينه وبين الشخص اللي كان بيحاول يخترقه وبيقول يعني بعد ده كله طلع بيكلم صاحبه بس وطبعا ما بيكونش فاهم اي حاجه وبيتكلم بداله. بيقول له الشخص انه طلع ذكي والهديه اللي بعتها دي عجبته. بيفكروا يو بيتكلم بن وبيبعت لها هدايا. بيتعصب جدا انه ما قالوش حاجه. بيسال الشخص عنده كام سنه. يرد عليه وبيقول له 24. بيتفاجئ يو وبيقول انه كمان بيكلم بنات اكبر منه. بيدخل مامبو بيبرق له وبيقول له انت بتعمل ايه على الجهاز بتاعي. بيروحوا افراد العصابه لتاو وبيقول لهم انه اخترق كل كاميرات المراقبه اللي في المنطقه واكتشف ان ام 21 لسه عايش فعلا وام 21 ده هو الحارس وده رمز التجربه بتاعه. بيقول لهم ان الغريب ان جيك وماري ما ظهروش في ولا كاميرا. بيأمر كرانس شارك وهامر انهم يقبضوا عليه في اسرع وقت وباي طريقه. بيتحمس شارك وبيحدف السكينه بتاعته على صوره الحارس. بنروح للحارس وبيكون بياكل ومش في باله حاجه وكالعاده بيضايق ريجي وبيقول له انه مش عايز يقعد في مكان واحد مع انسان معدل. بيرد عليه وبيقول له انه حذره من انه يقول له كده والا هيقتله. بيتحداه وبيقول له انه هيقتله الاول هنا. بيرد عليه وبيقول له انه لو عمل كده هيكتشفوا حقيقته وهيعرفوا انه عنده قوه خارقه. بيروح لهم فرانكن وبيقاطعهم وبيقول لهم انهم من هنا ورايح هيتشاركوا في الاعمال المنزليه وهينضفوا البيت مع بعض. يرد ريجي عليه وبيقول له انه مش الخادم بتاعه عشان ينظف البيت. بيقول له الحارس ان هو اللي قال انه هيتولى كل مهام البيت. بيتعصب فرانكن جدا وبيقول لهم يخرسوا خالص ويقوموا ينظفوا الفوضى اللي عملوها. يقوموا الثلاثه غصب عنهم وبينظفوا. بيشاور ريجي على رايزل وبيسال ليه ما بينظفش معاهم وبيقول ان سيرا بتساعد معاهم رغم انها ما كلتش حاجه وهو شغال اكل وشرب من الصبح وما بيتحركش من مكانه. بيفضل فرانكن واقف مذهول ومش عارف يتصرف ازاي. بيقوم رايزل وبيترعب فرانكن منه وبيكون فاكره هيقتله خلاص لكن بيساعد معاهم وبيشيل الورق من على الارض. بيجي تاني يوم في المدرسه وبيقول فرانكن للحارس انه عمل حساب جديد عشان منظمه الاتحاد ما يقدروش يوصلوا له وحط له فيه الراتب بتاعه. بيشكره الحارس وبيخرج وبيفضل يفكر وبيقول لنفسه انه كان مجرد فار تجارب ومالوش لازمه ومحدش مهتم بيه لكن دلوقتي بقى عايز زي اي انسان طبيعي. بيجي اخر اليوم وبيكون الحارس ماشي في الشارع وفجاه بيلاقي قدامه شارك وهامر. بيضحك شارك ضحكه شريره وبيقول له انهم كانوا بيدوروا عليه. بيستغرب الحارس جدا وبيقول لهم انتوا تعرفوني اصلا. بيرد عليه وبيقول له طبعا يا ام 21. بيتصدم انهم عارفين اسمه الرمزي. بيعرف انهم من فريق قوات الاتحاد الخاصه واللي رمزهم ايه 5. بيقول لهم انه سمع اشاعات عنهم وعارف كمان اساميهم. يرد عليه شارك وبيقول له كده هيوفر عليهم الوقت وبيطلب منه انه يروح معاهم بالذوق. بيقلق الحارس وبيقول لنفسه انه مش هيقدر يتعامل معاهم لوحده. بيسالوا شارك عن صاحبه اللي كان معاه طول الوقت وبيقولوا انه اكيد ما كانش عارف يعمل اي حاجه في وجود الغبي ده. بيتعصب الحارس جدا وبيظهر مخالبه لحده. بيهجم عليه بكل قوته لكن بيقدر شارك انه يتفادى كل هجماته كانه متوقعهم كلهم. بيقول له انت اتضايقت قوي كده عشان شتمت صاحبك الفاشل. فجاه بيهجم عليه وبيحدفه بعيد. بيروح له وبيدوس عليه برجله وبيقول له ان هو كمان مجرد حساله ولازم انه يموت. بيظهر الحارس مخالبه وبيهاجمه وبيبعدوا عنه. بيهجموا الاثنين على بعض وبيحاول الحارس انه يصده بكل الطرق. بيكون هامر واقف بعيد وبياكل كالعاده وبيتفرج عليهم. بيهجم شارك على الحارس وبيضربه ضربه قويه جدا بتطيره في الجو لكن فجاه بيظهروا ريجي وسيرا وبيقول لهم ريجي انتوا بتعملوا ايه هنا. بيحذروا الحارس وبيقول له يبعد بسرعه. بيتحمس شارك وبيقول ان كده هيضطر يقتل 3 مش 1 بس. يرد عليه وبيقول له يا عالم مين فينا اللي هيقضي على التاني. بيقول له انهم مجرد 2 اغبياء تخلوا عن انسانيتهم وتحولوا لوحوش وبيفضل يهزقهم ويتريق على شكلهم. بيتعصب شارك جدا
جدا وبيهجم عليه بكل قوته. بيستعد ريجي انه يصده بقوته الخارقه، لكن بيقف الحارس قدامه وبياخد الضربه مكانه. فجاه بيظهر كرانس وبيزعق لشارك وبيقول له ان امر انه يقبض عليه مش يقتله، وبيقول للحارس انه هيجي معاهم. بيتدخل ريجي وبيقول انه مش هيسمح لهم انهم ياخدوه. بيقطعوا الحارس وبيقول له يخرس خالص وما يتدخلش. بيوافق انهم ياخدوه بشرط انهم يسيبوا سيرا وريجي في حالهم، وبيقول لنفسه انهم اكيد لسه فاكرين انه عميل للاتحاد وانه لازم يستغل الفرصه دي عشان يعرف اسمه واسامي اصحابه. بياخدوه وبيمشوا وبيكون ريجي هيشيط من الغضب، وبيقول انه لازم يعرف حقيقه الحارس ده في اسرع وقت. نروح لمامبو وبيكون لسه مشغول في تحديات الاختراق مع تاو. بيشوف تاو صورته وبيقول انه مجرد طفل لكنه مش بعيد عن المكان اللي هو فيه، وبيكون متحمس جدا انه يقابله شخصيا. بنروح لفرانكن ورايزل وبيكونوا قاعدين بيشربوا الشاي، وفجاه بيسمعوا صوت الباب بيتفتح. بيقول فرانكن انه وحشته ايام ما كان البيت هادي وعايش فيه لوحده. يخرج وبيلاقي ريجي وسيرا، وبيكون ريجي مش طايق نفسه. بيقول لهم ان شكلهم متضايقين من حاجه. بترد سيرا وبتقول ان ريجي هو اللي متضايق. بيرد عليها وبيقول لها ما تبقاش غبيه وانه اكيد مش هيتضايق بسبب شخص زي ده. بيسالوا فرانكن قصده على مين. بيرد عليه وبيقول له الحارس الغبي اللي عايش هنا. بيقول له انه متضايق بس لانه خدعه، وبيسيبهم وبيمشي. بيسال سيرا عن اللي حصل وبتحكي له كل حاجه. بتقول له ان الحارس قال انه عايش هنا بس عشان مهمه معينه وانه مشي معاهم ورفض مساعده ريجي. بيفضل فرانكن يفكر وبيحس انه كان بيتجسس عليهم وعايش معاهم عشان ياخد المعلومات اللي عايزها. بيقول لنفسه ان لو دي حقيقه فعلا فمشاكل كتير ممكن تحصل بسببه. بنروح للحارس وبيكونوا مكتفينه وبيعذبوه. بيقول له كرانس انه كان واحد من اللي بيدوروا على التابوت، وبيساله ايه اللي حصل وقتها بالظبط. بيرد عليه وبيقول له انهم بيضيعوا وقت معاه وخلاص. بيروح لشاركو وبيضربه في بطنه وبيقول له يرد على السؤال من غير لف ودوران. بيقول له كرانس انه طالما لسه تبع منظمه الاتحاد يبقى مفيش سبب انه يخبي عليهم المعلومات. بيقول الحارس لنفسه انهم حتى ما يعرفوش انه خان المنظمه وهرب، وكمان فاكرينه في مهمه خاصه. بيفضل شارك يضرب فيه لحد ما بيوقفوا كرانس وبيقول له انه هيديله شويه وقت يفكر. بيقول الحارس لنفسه ان الفرصه دي مش هتتعوض ولازم يستغلها صح. بيجيب له طاكيو ميه عشان يشرب وبيقول له ما يقلقش وان ما فيهاش حاجه. بيستغرب الحارس وبيساله ليه مهتم بامره. بيرد عليه وبيقول له انه مهما حصل فهو زميل ليهم. بيشرب الحارس وبعدها بيقول لهم انه هيتعاون معاهم لكن بشرط واحد، وهو انهم يجيبوا له المعلومات اللي هو عايزها. بيضحك شاركو وبيقول له انت شكلك مش فاهم وضعك ايه هنا. بيقطع كرانس وبيساله ايه اللي عايز يعرفه. بيتعصب شاركو وبيقول له انت هتقبل شرطه ولا ايه. بيرد عليه وبيقول له ان هو القائد ومحدش منهم ليه الحق انه ينتقد قراراته. وبيسال الحارس تاني نفس السؤال. بيرد عليه وبيقول له انه عايز معلومات عن فران التجارب التانيين زمايله. وبيبص لتو وبيقول ان اكيد الموضوع هيكون سهل عليه انه يخترق تجارب الاتحاد ويجيب له المعلومات اللي هو عايزها. بيضحك تو وبيقول له انت شكلك عارفني كويس. بيقول له كرانس انه ما هيحققوا له الشرط بتاعه فالمفروض يتكلم ويقول المعلومات اللي عنده. بيرد عليه وبيقول له انه عايز ياكل الاول. بيتعصب شاركة اكتر وبيقول له انت جاي تهزر معانا ياض انت. بيأمر كرانس هامر انه يديله شويه من الاكل بتاعه اللي ما بيخلصش. بيخرج تاكيو وبيقف لوحده على السطح. بيروح له تو وبيقول له انه مختلف عنهم كلهم وانه طبيعي اكتر، وده بيخليه يسال نفسه ايه اللي خلاه ينضم لفريق زي ده. بيرد عليه رد غريب وبيقول له انه لو شكله طبيعي فعلا فده بسبب اخته. بعد كام يوم بيكون الطلاب اللي في المدرسه مستغربين من اختفاء الحارس فجاه. بيسال مامبو ريجي ايه اللي حصل. بيرد عليه وبيقول له انه ما يعرفش حاجه. بيستغربوا كلهم وبيقول له ان هو كمان بقاله كام يوم بيتصرف بطريقه غريبه ومش طايق نفسه طول الوقت. وفجاه بيعرض عليهم مامبو انهم يتجمعوا كلهم يوم الاجازه. بيتعصب ريجي وبيقول ايه علاقه ده بكلامهم دلوقتي. بيرد عليه وبيقول له انهم عايزين يتجمعوا عشان يفرفشوه شويه، وبيقول ان اكيد المدير فرانكن هيفرح جدا اول ما يشوفهم. بعد اليوم الدراسي بيروح هو وسيرا يشتروا حاجات كتير ليوم الاجازه، وهم ماشيين فجاه بيلاقوا اتنين مثبتين واحد وعايزين يسرقوا منه فلوسه. بيقول لها يو تفضل مكانها وما تتحركش وبيروح لهم هو. بنروح لمامبو اخيرا بيقابل تاو وبيكون مامبو مقلق منه وبيساله ليه كان بيحاول يخترق النظام الامني كل يوم. بيرد عليه وبيقول له ان السبب اللي خلاه مستمر في عمليات الاختراق رغم انه ما لقاش حاجه مهمه هو انه كان مستمتع بالمواجهه معاه وان دي اول مره يلاقي شخص عنده نفس مهارته. بنرجع ليو بيكون قضى على الاثنين الحراميه، لكن المفاجاه ان الشخص اللي كانوا مثبتينه هو تاكيو. بيشكره انه ساعده وانقذه منهم. بيضحك يو بيقول له انه ما عملش حاجه كبيره يعني. بنشوف مامبو وتاو وبيقول له تاو ان افراد الفرقه بتاعته كلهم اغبياء ما بيعملوش حاجه غير انهم بيدوا له الاوامر، لكن ما حدش مقدر موهبته وبيعاملوه كانه اقل منهم لانه ما عندوش خبره في القتال زيهم. بيفتكر مامبو يو وان هو كمان دايما بيتريق عليه وعلى موهبته وبيقول له انه فاهم كلامه لان هو كمان بيحس بنفس الشيء. بنروح ليو سيرا وبيكون تاكيو ماشي معاهم وبيتعرف عليهم. بيقول لهم انهم بيفكروه باخته الصغيره وانها في نفس سنهم. بيقول له انه بقاله كتير ما شافهاش وانه بيتمنى انها تيجي اليابان في يوم من الايام وتدرس فيها. فجاه بتيجي رساله ليو وبتكون من بامبو وبيقول له انه في طريقه لبيت المدير. بيقول لتاكيو انهم لازم يمشوا دلوقتي لان عندهم ميعاد مهم وبيمشوا. بيرجع تاكيو المقر بتاعهم وبيقابل تاو. بيعرض تاو عليه انه يجرب حظه ويدور له على اخته. بيتفاجئ تاكيو وبيقول له انت قصدك ايه يعني. بيرد عليه وبيقول له انه هيجرب بس وانه مش ضامن انه يلاقيها فعلا. بيفضل تاكيو ساكت وما بيردش عليه. بيقول له منظمه الاتحاد حابسه اختك كرهينه عشان يضمنوا بقائك في الفريق مش كده. بيقول له ان اكيد الموضوع مزعج وصعب جدا. بيرد عليه وبيقول له انه اتعود على الوضع وانه مستعد يعمل اي حاجه عشان اخته تفضل بامان. بنروح للحارس وبيكون لسه متكتف ومش عايز يقول لهم الحقيقه. بيقول لهم انه مش هيقول لهم المعلومات اللي هم عايزينها غير لما يجيبوا له المعلومات اللي طلبها الاول. بيضربوا شارك بالقلم وبيقول له ما يتغرش في نفسه وانهم ممكن يقتلوه بسهوله ويبداوا تحقيقاتهم من جديد. بيمسكوا من دماغه وبيطلع السكينه بتاعته وبيهددوا انه هيقتله. بيرد عليه بكل برود وبيقول له ان هم اللي هيندموا لو اتخلصوا منه ومش هيقدروا يوصلوا للمعلومات اللي عايزينها ابدا. بيروحوا لهم تاكيو وتاو وبيقول له تاو يسيبه
وان اولويتهم هي انهم يعرفوا يستخرجوا منه المعلومات. يرد عليه شاركو بيقول له ما يتكلمش هو بالذات لانه عيل خايب وتبته دي هتوديه في داهيه في يوم من الايام، وبيقول له انه مهمته هي انه يقتل كل الناس اللي خاف يقتلهم والحارس ده هيبقى واحد منهم. بيعصبوا اكتر وبيقول له انه مش بعيد كمان تكون المنظمه قتلت اخته بالفعل. بيتعصب طاكيو جدا وبيطلع سلاحه وبيكون عايز يقتله. بيقف تاو قدامه وبيحاول يهديه. بيقول له شاركو انه بيتبع اوامر كرانس بس مش اكتر، وكل الناس اللي اتورطوا معاهم اتقتلوا وده عشان يحافظوا على اسرار المنظمه. بيعدي من جنبه وبيقول له انه كان بيتمنى انه يكون موجود ويسمع صراخهم وهم بيموتوا. بيجي تاني يوم وبيكونوا يو مامبو وريجي خارجين من المدرسه، وبيقول مامبو ان المدير عزمهم تاني عنده النهارده. بيرد عليه يو بيقول له ان يوم الاجازه كان ممتع جدا ولعبوا كل الالعاب الجديده. بيكون ريجي ماشي في وسطهم ومش مهتم بكلامهم. فجاه بنشوف شاركو وهامر واقفين على سور المبنى وبيراقبوهم من بعيد، وبيقول شاركو هم دول العيال اللي تبع الحارس. بيتحمس جدا وبيقول انه هيستغلهم شويه الاول قبل ما يقتلهم. بيخرجوا وفجاه بيلاقوا ريجي اختفى. بيروح ريجي وبيقابلهم بنفسه. بيقول له شارك انهم مش هيأذوه لو جه معاهم من سكات. بيرد عليه وبيقول له ان كل ما بيشوفه بيكون عايز يضحك. بيتعصب شاركو وبيحدفه بالسكينه لكن بيقدر يتفاداها بسهوله وبيمسكها بايده. بيقول له انت فاكر ان شخص ضعيف زيك ممكن يأذيني؟ بيهجم شارك عليه بكل قوته لكن بيستخدم ريجي قوته الخارقه وبيثبته في مكانه كام لحظه وبيهجم عليه. بيكرر نفس الحركه كذا مره وبيكون شارك مصدوم ومش قادر انه يصده. بيبعد عنه وبيقول لنفسه انه اكيد من النوبلس. وفجاه بياخد شيء غريب من هامر وبيبلعه وبيتحول مره واحده وحجمه بيبقى الضعف. بيهجم عليه من وراه بيتفاداه ريجي باعجوبه. بيقول له انه كان بيتساهل معاه لانه صاحب الحارس لكنه دلوقتي هيوري له قوته الحقيقيه. بيستخدم كل قوته الخارقه وبيضربه ضربه قويه جدا لكن فجاه بيرمي هامر يو ومامبو قدامه وبيقول له انه لو مش عايزهم يموتوا يبقى يعمل اللي هيقولوا عليه. ما بيكونش عارف يتصرف ازاي. بعد شويه من الوقت بيستدعي شاركو كل افراد المنظمه ومعاهم الحارس. بيتصدموا كلهم اول ما بيشوفوا الثلاثه مرميين على الارض. بيقول له انه دلوقتي هيعترف بكل حاجه غصب عنه. بعد شويه من الوقت بيفوق ريجي وبيلاقي شارك في وشه. بيضحك وبيقول له ان حتى هو نفسه مش هيقدر يتخلص من القيود دي بسهوله وان المنظمه صنعتهم لتقييد اصحاب القوى الخارقه كويس. بيشوف ريجي الساحر وعلى طول بيبص الساحر بعيد. بيتعصب ريجي وبيقول لنفسه انه كان عارف من الاول ان مش هيجي من وراه الخير. بنروح لسيرا وبتقول لفرانكن ورايزل ان هي وريجي بينهم صله اتصال عقلي، يعني بمعنى اصح كل واحد بيحس باللي بيمر بيه التاني والاتصال ده بيتقطع في حاله واحده وهي ان لو حد فيهم فقد الوعي او مات. وبتقول لهم ما يشيلوش هم حاجه ويفضلوا هنا لحد ما ترجع وبتسيبهم وبتمشي. بيقول فرانكن ان يو مامبو كانوا المفروض يجوا مع ريجي وده معناه انهم وقعوا في نفس المشكله. بنرجع للحارس والعصابه. بيقول لهم شارك ان الولد ده مش انسان عادي وانه عنده قوه خارقه كبيره واكيد كمان ليه علاقه بالتابوت. وبيقول للحارس انه كان بيحاول يخبيه عنهم. بيرد عليه وبيقول له انه قال لهم بالفعل انه مجرد عيل صغير لا يطاق. بيتدخل ريجي وبيقول ان الشيء ده متوقع من انسان معدل واكيد يعني مش هيبقى خايف على اصحابه. بيسكتوا شاركو وبيضربوا برجله وبيوقعوا على الارض. وفي نفس الوقت بيفوق يو وبيكون خايف جدا. بيفضل ينادي على ريجي عشان يطمن عليه. بيمسكوا شاركو وبيقول له ما يعليش صوته المزعج ده. بيروح له تاكيو وبياخد منه السكينه وبيقول له يسيبه. بيرميه شارك على مامبو وبيتفاجئ اول ما بيشوف تاكيو. بيقوم مامبو وبيتفاجئ هو كمان لما بيشوف تاو. بيروح له وبيساله ايه اللي بيحصل وايه اللي جابهم المكان المخيف ده. بيضربوا شاركو وبيوقعوا على الارض. بيقول للحارس اتفضل قول له ان ده كله بسببك انت. بيتصدموا الاثنين ما بيكونوش فاهمين اي حاجه. بنشوف سيرا وبتكون طايره في الجو وبتدور على ريجي وبتقدر انها تحدد مكانه. وفي نفس الوقت بيكونوا فرانكن ورايزل في الجو برضه وبيحددوا مكانهم. بيفضلوا يوم مامبو يزعقوا للحارس عشان يقول لهم ايه اللي بيحصل لكن بيفضل ساكت وما بيردش عليهم. بيهجم شارك على يو بيفضل يضرب فيه. بيحاول تاكيو يوقفه لكن ما بيسمعش كلامه وبيقول له ما تتدخلش انت يا عم العفيف. بيقول للحارس ان اذيتهم مش هتفيد بحاجه وان يا دوبك قابلهم كام مره بس يعني مش هيفرقوا معاه. بيضحك شاركو بيقول انه كده هيعمل فيهم اللي هو عايزه. بيتعصب الحارس وكان فاكر انه لو قال له كده هيسيبهم لكن حصل العكس. بيتدخلوا تو تاكيو وبيقولوا له انهم مش لازم يقتلوهم. بيقول تاكيو انهم ممكن يستخدموا عقاقير مسح الذاكره وخلاص لكن بيرفض كرانس وبيقول انهم مش هيسيبوا وراهم اي دليل ممكن يضرهم. بيضحك شاركو بيقول انهم اخذوا الاجابه من القائد خلاص وبيروح ناحيه مامبو لكن بيمسك يو في رجله وبيحاول يوقفه لكن طبعا بيزقه بسهوله وبيتخلص منه. بيستعد للهجوم على مامبو لكن بيلاقي ريجي قدامه. بيقول له انت مش مكسوف من نفسك وانت بتستقوا على الضعفاء. بيتعصب شارك وبيضربه بالبوكس في وشه وبيعلقه من دماغه وبيقول له انه هيخليه يفقد القدره على الكلام خالص. بنروح لهامر واللي كان بيجيب اكل عشان يستمتع بعرض القتال بتاعهم لكن بيلاقي سيرة داخله المكان وبيروح لها وبيقول لها انت صاحبه الواد القزم ده مش كده؟ بتبص له بعينيها الحمراء اللي بتطلع شرار وبتقول له يمشي من قدامها احسن له. بيتريق عليها وبيقول لها يعني انت لما تبرقي بعينك دي انا كده اخاف. بيكون معاه احجار غريبه لكن قبل ما يفكر يستخدمهم بتهجم عليه سيرة وبيحصل انفجار كبير. بتوقع كل الاكل اللي معاه وكمان بتسيبه اصابه شديده. بيكون لسه هيهجم عليها لكن بتسبقه للمره الثانيه وبتتسبب في انفجار تاني وبتعمل حاجز بينه وبينها. بنرجع ليهم وبيحسوا كلهم بالانفجار اللي حصل لكن مفيش حاجه بتوقف شارك وبيسيب ريجي وبيهجم عليه اللي ضربه. بيكون تاكيو لسه هيتدخل لكن بيمنعه كرانس وبيأمره يطلع فوق ويشوف ايه اللي بيحصل. بيتضايق تاكيو جدا وبيضطر انه ينفذ الاوامر. بيقرر الحارس انه يتدخل وبيقول لهم انه هيديهم المعلومات اللي هم عايزينها بشرط انهم يسيبوا الاطفال ويكتفوا بعقار مسح الذاكره. يرد عليه كرانس وبيقول له انه سبق وقال انهم ما بيسيبوش وراهم اي دليل. بيحس الحارس بالعجز الشديد وبيقول انه كان فاكر ان اخيرا جات له الفرصه انه يعرف اسامي اصحابه ويقفوا بعده الام 24
28. وفجأة بيقول لريجي بصوت واطي انه هيسيب الباقي ليه، وبيهجم بكل قوته على شارك باستخدام مخالبه الحاده، وبيجبره انه يسيب يو. بنروح لفرانكن ورايزل وبيوصلوا للمكان اللي هم فيه، بيلاقوا طاكيو قدامهم وبيقول لهم ان اكيد هم السبب في الانفجار اللي حصل، وبيسالهم عن هامر. بيقول فرانكن لرايزل يسبقه وهو يحصله بعد ما يخلص عليه. بيهجم عليه بقوته الخارقه، لكن بيصد طاكيو بالسلاح الغريب اللي معاه. بيستخدم طاكيو المدفع الضخم وبيضرب عليه بيه، لكن بيقدر فرانكن انه يتفاداه وبيحاول انه يقرب منه لكنه بيفشل. بيقول له انه طلع اقوى مما يتخيل. بنروح لسيرا وبتدخل المخزن، بتلاقي هامر في وشها وبيقول لها انه ما كانش عايز يستخدم سلاحه الحقيقي على بنت جميله زيها، لكن هي اللي اضطرته. وبيكون معاه سلاح شكله غريب جدا وبيخرج منه ضوء قوي. بنروح للساحر والحارس والمعركه اللي بينهم بتكون لسه شغاله. بيقول له شارك انه هيموته بابشع طريقه وهيخليه يندم على تصرفاته وانه ما اعترفش من الاول. بيهجم عليه بكل قوته، ما بيقدرش الحارس انه يتفادى الهجوم لانه لو عمل كده يو والباقيين هم اللي هيتصابوا. بيتصاب اصابه شديده وبيقع على الارض. بيكون ريجي هيموت ويفك القيود بتاعته، وبيفضل يفكر في كلام الحارس انه قال له انه هيعتمد عليه. بيستخدم كل قوته وبيقدر انه يتخلص من القيود، وبيهجم على شارك في اخر لحظه وبيحدفه بعيد. بيقع الحارس عليه وبيقول له انه خد وقت طويل عشان يتحرك. بيرد عليه وبيقول له انت تحمد ربنا اني انقذتك اصلا. بيقوم وبيقول ان دلوقتي المعركه دي بقت بتاعته هو. وفجاه بيتحول شارك وقوته بتبقى الضعف، لكن بينزل عليه ريجي بكل قوته وكلهم بيتصدموا. بيروح له عشان يهجم عليه تاني، لكن بيقف كرانس قدامه وبياخد العقار اللي بيضاعف القوه الخارقه وبيتحول هو كمان. وبتحصل حاجه مش متوقعه وبيهجم على شارك وبيخترقه. بيقول لهم ان العقاقير دي مش بتضاعف قوتهم زي ما هم فاكرين، وانها معموله عشان تزود قوته هو. وبيمتص كل قوه شارك وبيحوله لجثه ضعيفه وبيرميه بعيد. بيجمع ريجي كل قوته وبيقول له ان شخص حقير زيه لازم انه يموت. بيهجم عليه لكن بيقدر كرانس انه يتفاداه بكل سهوله وبيمسكه من قفاه وبيحدفه على الارض. بيرفض ريجي الاستسلام وبيهجم عليه تاني، لكن المفاجاه ان حتى قوته الهائله ما بتاثرش فيه خالص. يستخدم كرانس قوته الخارقه وبيخليه يفقد الوعي. بيحاول الحارس انه يقوم، لكن الجرح بتاعه بيكون عميق جدا وبيقع تاني على الارض. لكن فجاه بيدخل رايزل عليهم وبيكون واثق من نفسه جدا ويخرب بيت الكاريزما. بنروح لفرانكن وطاكيو وبيكون طاكيو واقف وراه ومصوب المسدس بتاعه على دماغه. بيقول له انه ما عندوش وقت يضيعه معاه وانه لازم يخلص عليه عشان يلحق الشخص التاني اللي كان معاه. لكن فجاه بيتحول فرانكن وقوته الحقيقيه بتظهر. بيبعد طاكيو عنه وبيتصدم من اللي حصل. بنرجع لرايزل وبيقول له كرانس انت بقى السبب في الانفجار اللي حصل ده. يرد عليه وبيقول له انه ما سمحلوش انه يتكلم. بيستخدم قوه التحكم في العقل وبيوقعه على الارض. ما بيقدرش كرانس انه يتحرك تاني. بنشوف سيرا وبتقدر انها تتفادى كل هجمات هامر. بتستخدم قوتها الخارقه وبتستدعى فاس ضخم جدا وبتهجم عليه وبتتسبب في انفجار هائل وبتقضي عليه تماما. بنروح لفرانكن وطاكيو. بيكون فرانكن مش رحمه وبيضعف قوته جدا. بيقول طاكيو لنفسه ان اكيد ده عقابه انه تسبب في موت كتير من الابرياء، لكن بيفتكر اخته وبيقرر انه ما يستسلمش وبيصد قوه فرانكن. بيضحك فرانكن وبيقول له ان المعركه بدات تبقى مسليه. بنرجع لكرانس ورايزل. بيقول كرانس ان من الواضح ان قوته مختلفه عنهم كلهم، لكن برضه ما فيش حاجه هتقدر توقفه. بيهجم عليه بكل قوته. بيقدر رايزل انه يصده ويوقفه في مكانه، وبكلمه واحده بس منه بيقدر يحدفه بعيد. وبيضعف كرانس جدا وبيقع على الارض. بيقول لتاو ان جه دوره في استخدام العقار. بيروح له تاو وبيوافق انه يستخدمه وبيقول له يحاول ما يأذيهوش زي ما عمل مع شارك. بيعلقوا كرانس من رقبته. بيتصدم مامبو وبيتحايل على رايزل انه ينقذه. بنشوف فرانكن وطاكيو وبيسالوا فرانكن ليه متمسك بحياته كده. بيرد عليه وبيقول له انه لازم يفضل عايش عشان يحمي الناس الغاليه عليه، لكن بيكتفوا فرانكن بقوته الخارقه. وفجاه بتظهر رماح كتير جدا وبيضربوا فرانكن بيهم. بيرجع طاكيو لطبيعته وبيقع على الارض. بيروح لفرانكن وبيقول له انه هيخلصه من معاناته، لكن فجاه بتظهر سيرا وبتقول له انه ما طلعش انسان طبيعي. بيلاحظ فرانكن السلاح اللي معاها وبيقول لها ان السلاح ده معناه انها من النبلاء اللي من مستوى خاص. بيشوفها طاكيو وبيقول لها ان الولد اللي كان معاها ولازم تنقذه وبيكون قصده على يو. بيقرر فرانكن انه ما يقتلوش وبيقول له انه لازم يعتذر له بنفسه. بنرجع ليهم وفجاه تاو بينقلب عليه وبيستخدم قوته ضده وبيفلت منه. بيقول له انه مش هيسمح له انه يقتله ولا يقتل الاطفال دول. بيتعصب كرانس جدا وبيهجم عليه عشان يمتص قوته بالعافيه، لكن بيتدخل رايزل وبيثبته في مكانه. وبيقول ان حتى بعد القوه اللي امتصها دي كلها مش قادر انه يقاومه. فجاه بتحصل حاجه غريبه جدا والمكان كله بيتحول لمجزره. بيحسوا فرانكن وسيرا بقوه هائله. بيقول فرانكن ان اكيد دي قوه الزعيم رايزل. بيكون كرانس محتاس ومش عارف يهرب منه ازاي. بيستخدم رايزل قوته الهائله وبيبقى كانه بيعصره وبيقدر اخيرا انه يتخلص منه تماما. بتنتهي المعركه اخيرا وبيجي تاني يوم وبيفوق طاكيو وبيلاقي نفسه في بيت غريب وبيلاقي الحارس في السرير اللي جنبه. بيقول له طاكيو انا ازاي لسه عايش. يرد عليه وبيقول له انه ما يعرفش ايه اللي حصل وان هو كمان لسه فايق من شويه. بيكون يوم مامبو لسه ما فاقوش. بيروح فرانكن لرايزل وبيبلغه ان الحارس وطاكيو هم بس اللي فاقوا. بيكون رايزل مرهق جدا وبيكح دم. بيقلق فرانكن وبيقول له انه استخدم قدر كبير من القوه. يرد عليه وبيقول له ان الاطفال دول طلبوا مساعدته وانه ما قدرش انه يتخلى عنهم. بيقول له انه لسه طيب مع البشر زي ما هو. بتكون سيرا حضرت الاكل وبياكل تاو معاهم وبيكون مستمتع جدا كأن ما فيش حاجه حصلت. بيقول لسيرا انها جميله وبتعرف تطبخ كمان. فجاه بيدخلوا طاكيو والحارس وبيكونوا الاثنين لسه مرهقين وبيتحركوا بالعافيه. بيشكر طاكيو فرانكن انه سابه يعيش وكمان انقذه. يروح الحارس وبيقعد قدام ريجي وبيكون مش طايقه كالعاده وبيفضلوا الاثنين يتخانقوا مع بعض على مين طبقه مليان اكتر. بيجي اخر اليوم وبيكون الحارس واقف لوحده وبيقول انه فشل في تحقيق هدفه وما وصلش للمعلومات اللي عايز يعرفها، وكمان عرض حياه صحابه للخطر
وما قدرش يحميهم. بيروح له رايزل وبيقول له انه مش ضعيف وانه حاسس بقوه عظيمه من ناحيته وممكن يساعده انه يطلعها. بيستخدم قوته الخارقه وبيفوق القوه اللي جواه. فجاه بيتحول الحارس لوحش كام لحظه وبيرجع تاني لطبيعته بسرعه. بيقع على الارض وبيقول ايه اللي حصل ده. يرد عليه وبيقول له ان دي كانت هيئته الحقيقيه وانه مش ضعيف زي ما هو فاكر. يسيبه وبيمشي وبيفضل الحارس غرقان في حيرته. بنروح لتاكيو وتاو وبيحكي له تاو اللي حصل وازاي كرانس قتل شارك بكل سهوله وكان عايز يقتله هو كمان. بيكون تاكيو مصدوم وبيساله هيتصرفوا ازاي وهل هيقدروا انهم يهربوا من الاتحاد. بيقول له تاو ان الموضوع هيكون سهل وهيزيفوا موتهم ويفضلوا هربانين. لكن بيفتكر تاكيو اخته اللي محبوسه في المنظمه. بيقول له تاو انا عايزك تهدى وتسمع اللي هقوله كويس. بيصدمه بالحقيقه وبيقول له انه ما عندوش اخت اصلا. بيقول له انها مجرد كذبه اخترعوها وكمان المستشفى اللي المفروض بتتعالج فيها ملهاش وجود اصلا. بيقول له انهم كانوا بيتلعبوا بذكرياته عشان يفضل معاهم. بيقع تاكيو على الارض وبيقول انا طول الفتره دي كنت بقاتل عشان حاجه مش موجوده اصلا. بيقول تاو انهم لازم يمشوا من هنا وانهم هيكونوا عبء عليهم بس لو فضلوا. بيكون الحارس واقف بره وبيسمع كل كلامهم. بعدها بيقابلوا فرانكن والحارس وبيقول تاو انهم هيمشوا وبيقول للحارس انه دور على كل المعلومات اللي كان عايزها لكن للاسف كل السجلات اللي تخص اصحابه القدام اتدمرت تماما. بعدها بيخرجوا الاثنين عشان يمشوا لكن بيوقفهم الحارس وبيطلب من فرانكن انه يسمح لهم انهم يعيشوا هنا وبيقول له انهم هربانين من الاتحاد زيه ولو خرجوا هيموتوا. بيوافق فرانكن على طول وكمان رايزل بيوافق وبيقول ان ما عندوش مانع. بيقول فرانكن ان ده مش بيته لوحده وان ملكهم هم كمان. بعد كام يوم بيرجعوا يوم مامبو للمدرسه. بيقول يون الكام يوم اللي قعدوهم دول كانوا مملين جدا وان المدرسه طلعت نعمه بالنسبه لهم. بيوصلوا المدرسه وبيلاقوا الطلاب واقفين حوالين تاكيو وتاو الحارس وبيكونوا معجبين بيهم جدا. بيروحوا لهم وبيقول تاو انهم هيشتغلوا في المدرسه من النهارده. بيدخلوا رايزل وسيرا وريجي وبيشوفهم المدير من بعيد وبيكون مبسوط ان كلهم تاقلموا مع بعض وان رايزل بقى حابب حياته مع البشر. بيطلعوا الطلاب على حصصهم وبيكون الحارس في الطرقه. بيقول تاو انه ما كانش يعرف اي حاجه عن عالم المدرسه ده. بيقول لهم الحارس ان كل اللي كان بيحلم بيه هو حياه هاديه وطبيعيه زي دي واكيد هم كمان زيه. بنروح ليوم مامبو ورايزل وبيكونوا في الكافيتيريا بياكلوا. بيكون يوم متضايق جدا وبيقول ان اللي بيحصل ده مش عادي وان على طول البنات بتبقى ملمومه حوالين رايزل بس. بيطلب مامبو منه انه يساعده وبيقول له يعمل ايه عشان يبقى جذاب زيه وبيسال يو بيحب انهي نوع من البنات. قبل ما يرد بيدخلوا سيرا وريجي وبيفضل باصص لسيرا وبينسى السؤال اصلا. بيضحك مامبو وبيقول له انهم هيساعدوه انه يقرب منها ويصاحبها. بيخرجوا الثلاثه من الكافيتيريا وهم ماشيين بيلاقوا البنات واقفين مع الحراس الثلاثه وبيتكلموا معاهم. بينهار يو بيقول ان برضه ما كانش ينفع يغيب الايام دي كلها عن المدرسه وان خلاص شعبيته راحت. بيتجمعوا كلهم في حوش المدرسه وبيقول لهم مامبو انهم عندهم مشكله كبيره وعايزين مساعدتهم وبيسالوه تاكيو وتاو ايه المشكله. بيرد عليهم وبيقول لهم انها عن الحب. اول ما بيسمعوا الكلمه بيعملوا نفسهم مشغولين وجالهم مهام فجاه وبيمشوا على طول لكن بيروح مامبو وراهم وبيوقفهم بالعافيه. بيحاول ايم انه يهرب هو كمان لكن بيمسك يو فيه وبيقول مامبو ان حياه يو العاطفيه معتمده عليهم. بيقف ايم وبيساله مين البنت اللي عايز يصاحبها. بيرد مامبو وبيقول له انها سيرا. بيتصدموا كلهم وبيقول ام يعني انت مش لاقي غير البت المرعبه دي. بيقعد تاو بيبحث عن ازاي يخلي البنات كلها تجري وراه وبعدها بيدربوا تاكيو ازاي يتكلم مع سيرا ويطلب منها انها تخرج معاه في موعد غرامي. بيردد يو وراه كل الكلام بنفس الطريقه لكن حتى تاكيو نفسه ما بيكونش عارف يقول ايه وبيتوتر جدا. بيقرروا انهم يروحوا للمدير وبينام يو في المكتب كانه في بيته وبيقول له المدير ان دي مش العاده النفسيه بتاعته. بيتاسف له مامبو وبيقول له ان باله مشغول بشويه حاجات كده. بيقوم يو بيساله ازاي يتكلم مع بنات. بيضحك فرانكن وبيقول لهم انهم بيفكروه بنفسه لما كان في سنهم وانه كان شاب وسيم وكل البنات هتموت عليه وبيقول لهم ان اهم حاجه الثقه بالنفس. بيروحوا كلهم لريجي وبيسالوه عن الحاجات اللي سيرا بتحبها. بيقول له مامبو انهم قريبين جدا من بعض واكيد عارف نوعها المفضل في الولاد. بيرد عليه وبيقول له انهم ما بيتكلموش في الحاجات دي وانهم على طول مع بعض عشان مصيرهم متماثل مش اكتر من كده لكن هما الاثنين ما بيتقوش بعض في الحقيقه. بيروح ام ليو وبيقول له ما يتعبش نفسه مع الواد ده وانه اكيد مش هيطلع منه بمعلومه مفيده. بيرد عليه ريجي وبيقول له انه هيعمل نفسه ما سمعش الكلمتين دول لكن بيكرر ام نفس الكلام وبيتخانقوا الاثنين مع بعض. بيقاطعهم رايزل وبيأمر ريجي انه يساعد يو وفجاه شخصيته بتتقلب وبيقول له تحت امرك يا باشا. بياخدهم المكتبه وبيقول له ان اول حاجه لازم يتعلمها هي انه يكتب لها رساله. بيتوتر يو جدا وما بيكونش عارف يبدا الرساله بايه. بيقول له يو انه عامل زي العيال الصغيره اللي بيبعتوا لبعض رسائل في الحضانه وكل واحد فيهم بيقول جمله من دماغه لحد ما بيزهق يو بيطبق الورقه كلها في بعضها وبيقول لهم ينسوا الموضوع ويخرسوا خالص. بعدها بيروحوا الملعب السله وبيقرر يو انه يبهرها بمهاراته في اللعبه ويخليها تبص له. بيستعدوا كلهم لكن بيدخل المدرب وبيزعق لهم انهم هربانين من حصصهم. بيستخدم ريجي قوه التحكم الخارقه وبيخليه يديهم الكره ويكون هو الحكم كمان. بتبدا اللعبه لكن محدش منهم بيلتزم بالخطه وبينافسوا بعض كل واحد فيهم بيبقى عايز يكسب. بيقفوا ام وريجي قدام بعض وما بيسيبوش الكوره. بينهار يو بيفضل يعيط. بيضربوا مامبو وبيقول له انه مفيش وقت للصياح وانه لازم ينتهز الفرصه ويثبت نفسه قدامها. بيتشجع يو بيجري عليهم لكن برضه ما بيقدرش ياخد منهم الكوره والاثنين بيكونوا شاطرين جدا في اللعبه وبيسجلوا اهداف كتير. بتروح الكوره الرايزل وبيحدفها ليو على طول. بيتحمس يو بيقول انه مش هيخليهم ياخدوها منه تاني. بيجري بالكوره وبيكون خلاص هيسجل الهدف لكن فجاه بيقف تاكيو قدامه وبياخد منه الكوره وبيسجل هو الهدف. وعلى حظ وقت المباراه بينتهي وما بيسجلش يو ولا هدف وبيسرق تاكيو منه الانظار. بيتضايق مامبو وبيقول ان كلهم اتحمسوا جدا ونسيوا الهدف الحقيقي من اللعبه. بيجي اخر اليوم وبيكونوا مامبو يو في حوش المدرسه. بيقول يو انه هيستسلم خلاص ومش هيحاول تاني. فجاه بيلاقي ريجي وسيرا وراهم وبيتفزع يو اول ما بيشوفها. بتطلع سيرا الرساله اللي كتبها ورماها
وبتديها له. بيتصدم يو بيسالها لقيتيها ازاي؟ ترد عليه وبتقول له انها كانت على المكتب بتاعها. بيفضل يصيح ويشتم اللي خدها وحطها على مكتبها. بتقول له انه ما كانش محتاج يعمل ده كله عشان يوصل لها مشاعره، وان الشخص لما يبقى على طبيعته يبقى احسن بكتير. بتاخد شنطته من على الارض وبتديها له. بيكونوا كلهم رايحين لبيت المدير وبيتمشوا مع بعض. بيلاحظ يو انها ضحكت له وما بيكونش مصدق نفسه. يوصلوا الثلاثه لبيت المدير لكن بيلاقوهم كلهم متجمعين وبيتكلموا. بيسالهم مامبو ايه اللي بيحصل. يرد عليه فرانكن وبيقول له انهم بيفكروا في انهم يمسحوا ذكرياتهم. استغربوا الاثنين جدا وبيقول مامبو انهم اكيد بيهزروا. يرد عليه وبيقول له انه بيتكلم بجد وانهم بمعنى اصح هيعدلوا ذكرياتهم مش هيمسحوها خالص. بيقول لهم ان دي هتكون تاني مره يعملوها وانهم اكيد مش فاكرين اللي حصل، لكنهم واجهوا قتال خطير قبل كده غير اخر قتال، وساعتها مسح كل ذكرياتهم عن الحادثه واقنعهم ان الزعيم رايزل مجرد طالب معاهم في المدرسه وان هو المدير بتاعهم. بيكونوا الاثنين مصدومين وبيقول يو انهم بيتعاملوا معاهم كانهم دمى وبيتحكموا فيهم. بيزعقوا له ريجي وبيقولوا ان ده كله عشان مصلحتهم وان بالرغم من تاريخهم الطويل الا ان البشر لسه ما يعرفوش بوجودهم، وده لانهم بيمسحوا ذكرياتهم كل ما بتحصل حاجه غريبه. بيقول لهم ان طول ما هم عندهم ذكريات عنهم وعارفين حقيقتهم فهيفضلوا معرضين للخطر. بيحزنوا الاثنين جدا، ما بيكونوش عايزين ينسوا ذكرياتهم عنهم وان هم اللي انقذوا حياتهم. بيقول لهم يون الذكريات غير المشاعر، واكيد حتى لو نسي ذكرياته عنهم هتفضل مشاعره ناحيتهم زي ما هي. وبيوافقوا الاثنين انهم يمسحوا ذكرياتهم. بيجي تاني يوم وبيكونوا الاثنين بيجروا عشان يلحقوا الحصه وبيكونوا نسيوا كل اللي حصل، وام والباقيين بقوا مجرد حراس بالنسبه لهم، وريجي وسيرا ورايزل مجرد زمايلهم في الفصل. بنشوف شخص غريب بيظهر على بوابه المدرسه وفجاه بيحسوا ريجي وسيرا بقوه غريبه. بتخلص الحصه وبيقوموا يوم مامبو بيكونوا مستنيينهم. بيقول لهم ريجي يسبقوهم وانهم لسه وراهم شويه حاجات يخلصوها. بيقفوا الحراس الثلاثه قدام الشخص الغريب وبيقول له ان ما ينفعش حد يدخل من غير تصريح. وفجاه بيظهر الشخص الغريب قوته الهائله وبيقول لهم ازاي اشخاص زيهم موجودين في المدرسه اصلا. بيتصدموا الثلاثه وفجاه بيظهروا ريجي وسيرا قدامهم وبينحنوا للشخص الغريب ده وبيقولوا انه زعيم العشيره. بيسال ريجي ايه اللي حصل وبيقول له انه ما ينفعش الثلاثه دول يكونوا هنا. بيظهر فرانكن وراه وبيقطعوا وبيقول له انه ما شافوش بقاله كتير جدا. بنروح لقلعه بعيده معزوله وبنشوف اشخاص غريبه بيتكلموا عن ريجي وسيرا وانهم التقوا بساكن التابوت وما قالوش اي حاجه وانهم لازم يتعاقبوا، لكن بتقول لهم الزعيمه بتاعتهم ان عدوهم هو ساكن التابوت الخاين وبيكونوا قصدهم على رايزل. لكن تفتكروا مين الاشخاص دول وليه عايزين يوصلوا لرايزل؟ نرجع لفرانكن والشخص الغريب وبيكون راح معاه البيت يقابل رايزل وبيقول له هو كمان ان عدى وقت طويل على اخر مره شافه فيها. يرد عليه وبيقول له انه فضل في ثبات عميق لمده 820 سنه. بيقول له رايزل ان من ساعه ما ريجي وسيرا ظهروا وهو عارف ان اليوم ده هيجي وانهم موجودين هنا في الاصل عشان يلاقوه. يرد عليه وبيقول له انهم اتولوا مهمه البحث عنه وان بلد النبلاء بتاعتهم اتعرضت لتغيرات كتير من ساعه ما اختفى. بيقول له ان بعد موت السيد السابق اتولد بنته راسكيريا الحكم ومن ساعتها وهي بتدور عليه عشان تنتقم منه لان هو السبب في موت ابوها السيد السابق. بيساله رايزل عن وضع البلد. يرد عليه وبيقول له انه كتير من زعماء العشائر دخلوا في سبات ابدي بعد موت السيد السابق وتولوا بدلهم زعماء شباب. بيدخل فرانكن وبيقول سيرا واحده من الزعماء دول مش كده، وده لان كان معاها سلاح اسطوري خطير. بيقول الراجل لرايزل انه لو عايز يثبت براءته ويدافع عن نفسه يبقى لازم يرجع معاه البلد. بيتفاجئ رايزل وبيقول ان لسه عايز يقعد هنا اكتر. بيعرض عليه فرانكن انه يقضي الليله في بيته. بيقول له ان لو عليه فهو عايز يمشي من هنا حالا لكنه جد ريجي ولازم يعمل معاه الواجب. يرد عليه جيشتل وبيقول له انه لسه ما بيثقش فيه وانه هيفضل المجرم المجنون اللي قتل كتير من النبلاء في بلدهم من زمان. بنرجع بالزمن وبنشوف فرانكن حابس مجموعه من فرسان التنظيم المركزي وبيعذبهم وبيكونوا مسميينه صائد النبلاء. يحاول واحد منهم انه يتخلص من القيود بتاعته لكنه بيتكهرب وبيفقد الوعي. بيقول لهم ما يحاولوش يفكوا نفسهم وان القيود مصنوعه مخصوص ليهم وبيستخدم قوته الخارقه وبيكمل تعذيب فيهم وبيكونوا كلهم مصدومين من قوته وانه المفروض انسان عادي. يروح رايزل للسيد بتاعهم وبيقول له انه مش عايز يفضل عايش في القصر بتاعه لوحده وبيعرض عليه انه يعيش في القصر ده وبيقول له انه هيوفر له كل حاجه محتاجها، لكن بيرفض رايزل كل عروضه وبيفضل مصمم على رايه. بعد ما بيمشي بيبلغوا جيشتل المعلومات اللي جات لهم عن صائد النبلاء وبيقول ان الفرسان اللي نجوا من الهجوم الاخير اكدوا انه انسان عادي لكنه عنده قوه هائله زي قوتهم ومحدش يعرف ازاي اكتسب القوه دي. بيأمرهم انهم يقبضوا عليه ويجيبوه عايش. يحاصروه الجنود وبيقولوا له انه مفيش مفر وانه احسن له يروح معاهم من سكات، لكن بيرفض فرانكن وبيقرر انه يقتلهم كلهم لوحده. بيستخدم قوته العظيمه وبيقضي على معظمهم مره واحده. بيضحك وبيقول انه ما كانش متوقع انهم يطلعوا ضعفاء كده وانهم حتى مش هينفعوا يبقوا عينات. بيتسبب في انفجار هائل وبيقضي عليهم كلهم. فجاه بيظهر جيشتل قدامه وبيأمر كل الجنود بالانسحاب وبيقول لهم يبلغوا السيد باللي حصل وبيكون معاه زعيم عشيره كيرتيا كمان واسمه رايغا. بيقول جيشتل ان احسن له يروح معاهم. يرد عليه وبيقول له ان شويه الحسالة اللي كانوا هنا من شويه قالوا نفس الشيء. بيقرر رايغا انه يواجهه بنفسه وبيقول لجيشتل ان لو حصل له حاجه فهو بالفعل اختار الوريث بتاعه. بيهجم عليه بكل قوته لكن بيصد فرانكن وبيرد له الهجوم اقوى. وفجاه بيستدعي رايغا سلاحه الخارق وبيقول انه مش ضامن انه يسلمه للسيد عايش. بيضحك فرانكن وبيتحمس جدا للقتال. بيستدعي هو كمان سلاحه الخارق وبيتصدموا الاثنين من حجم القوه اللي خارجه منه. بيكونوا مستغربين جدا انه مجرد بشري عادي وقدر يستدعي سلاح قوي زي ده. بيهجم على رايغا بكل قوته وبيقول له انه هيقضي عليهم كلهم وهيخلص البشر من شرهم وهيثبت لهم بقوته ان البشر مش ضعفاء زي ما هم فاكرين. لكن فجاه بتحصل حاجه غريبه وقوته بتخرج عن السيطره ما بيكونش قادر يتحكم فيها. بيستدعي جيتشل سلاحه الضخم وبيهجموا عليه الاثنين بكل قوتهم وبيحصل انفجار ضخم جدا. لكن بعدها بيكتشفوا انه هرب. بيروح
فرانكن مكان غريب وبيكون مرهق جدا، وبيقابل رايزل ومن هنا بتبدا حكايتهم. بيمثل فرانكن وبيقول له ان هو الخادم الجديد في البيت ده، بيرد عليه وبيقول له ان هو صاحب البيت ومفيش حد غيره عايش فيه. وفجاه بيظهروا جيتشل ورايغا وبينحنوا قدامه وبيقولوا له انهم عايزين يقبضوا على الشخص ده وانه سبب لهم مشاكل كتير. بيفضل فرانكن واقف مش عارف يتصرف ازاي. بيقول لهم رايزل انه الخادم بتاعه ومش هيسمح لهم انهم ياخدوه، وبيستخدم قوته الخارقه وبيغير لبسه كله. ما بيقدروش الاثنين انهم يعرضوه وبيخرجوا من سكات. بيتفاجئ فرانكن ان زعماء العشيره نفسهم خايفين منه وبيسمعوا اوامره. بعد 5 سنين بيكون فرانكن في مواجهه رايغا وبيكون هو اللي بيدربه، لكن ما بيقدرش فرانكن انه ينتصر عليه، وكالعاده قوته هي اللي بتسيطر عليه. بيقولوا رايغا انهم هيوقفوا تدريب لحد هنا النهارده، لانهم لو كملوا قوته هتتلاعب بيه اكتر ومش هيقدر يوقفها. بنروح لرايزل وبيكون جيتشل معاه وبيقول له ان عدى 5 سنين لكنه لسه مصمم على رايه، وان فرانكن شخص خطير وما ينفعش يفضل معاه. بيطلب منه انه يقنعه انه يقابل السيد، يمكن يقدر يثبت ولاءه للنبلاء ويسامحوه على اللي عمله زمان. بيجي اخر اليوم وبيروح له فرانكن وبيحضر له الشاي. بيقول له انه عمره ما شافه خرج من القصر قبل كده. يرد عليه وبيقول له انه بيخرج عادي، يعني اخر مره خرج فيها من القصر كانت من 5 سنين. بيقول له انه مش محتاج يخرج وكل اللي محتاجه انه يفضل باصص للسماء والغابه والارض. بيجي تاني يوم وبيكون فرانكن في طريقه للسيد. بيشوفوه النبلاء وبيكونوا كلهم مش طايقينه حرفيا. بيدخل السيد وبيتفاجئ اول ما بيشوفه وبيقول له انه كان منتظر زيارته بفارغ الصبر. وبيقول له انه ذهل لما سمع ان رايزل عين خادم ليه، وبيقول له انه بيعتبره اخوه وبيحبه جدا لكن هو ما بيتقوش. بيساله ليه واقف انه يخدمه رغم انه عارف انه شخص وحيد ومش مفهوم كمان، وانه ممكن يغدر باي حد حتى النبلاء اللي زيه. بيفضل فرانكن ساكت وهو نفسه بيكون مش عارف السبب. بيقوم السيد وبيقول له انه هيسيب رايزل تحت رعايته. بعد ما بيمشي بيروحوا له النبلاء وبيقولوا له انه ما ينفعش يسيبه كده ولازم يقتله. بيرد عليهم وبيقول لهم انه عارف انهم بيكرهوه لكنه شايف انه هيفيدهم، وان هو ورايزل لازم يوقعوا ميثاق بالدم عشان يفضل معاه على طول. بيتصدموا كلهم وبيعترضوا على القرار. بيقول له واحد فيهم انه شخص خطير وما ينفعش يسيبوه مع رايزل ومحدش عارف ايه اللي ممكن يعمله. بيرد عليه وبيقول له ان ده قرار رايزل ومحدش هيقدر يعترض عليه. بتعدي الايام وبيروح فرانكن قصر السيد تاني. بيشوفه جيتشل وبيستغرب. بيقول له فرانكن شكل الراجل بتاعك ده مفكرني حمام زاجل، وبيخليني اوصل له رسائل ما بياخدش عليها اي رد اصلا. وبيغير الموضوع وبيطلب منه انه يبقى زميله في التدريب لانه مش لاقي رايغا، لكن بيرفض. يمشي فرانكن وبيقول له انه راجل عجوز ممل، لكن فجاه بيروحوا له النبلاء وبيقول له ابو شعر احمر اللي بيكرهه ده انه مستعد يساعده ويبقى هو زميله في التدريب، وانه عنده فضول يعرف نوع القوه اللي خلت رايزل يبقى عليه. يوافق فرانكن وبيقول ان من الاحسن ان الشخص اللي بيتدرب معاه يكون عدوه. بيتقابلوا الاثنين في ساحه المعركه وبتحصل بينهم معركه شديده. بيقول له يوريه قوته الحقيقيه اللي استخدمها في قتل النبلاء. بيتعصب فرانكن وبيستدعي سلاحه الضخم. بيقول له ان انسان قذر زيه ما يستحقش ان يبقى معاه سلاح زي ده. بيهجم عليه بقوته الهائله وبيحاول فرانكن انه يصده، وفي نفس الوقت ما بيكونش عايز يستخدم كل قوته لانه مش هيعرف يوقف نفسه. بيحاول انه يستفزه اكتر وبيقول له انه شخص ضعيف وما يستحقش يكون وسطهم ويعمل ميثاق مع رايزل. يرد عليه فرانكن بكل برود وبيقول له انه مش ذنبه ان رايزل ميزه عن كل النبلاء. بيتعصب جدا وبيزود قوته وبيحدفه بعيد. بيقول له انه مش مسموح حتى انهم يقربوا منه، فايه اللي هو عمله عشان يكون الخادم بتاعه. بيقوم فرانكن وبيسيب قوته تسيطر عليه، وفجاه بيحصل انفجار هائل. بيتاثر اوركا بالانفجار وبيخسر عين من عينيه. بيحس بغضب شديد وبيستعد انه يهجم عليه من تاني، لكن بيقفوا قدامه رايغا وجيتشل وبيقولوا له انه مش هيقدر ينتصر عليه مهما حاول. بيهجم عليه فرانكن بقوه الضوء الهائله، لكن فجاه بتحصل حاجه مش متوقعه وبيظهروا رايزل والسيد. بيقول له السيد انه ما كانش متخيل انهم يتقابلوا بالطريقه دي بعد المده دي كلها، وبيساله هيتصرف ازاي في الكارثه دي. بيقرب رايزل منه من غير ما يتكلم وبيهجم عليه فرانكن وما بيكونش مميز مين اللي قدامه اصلا، وبيتصاب رايزل في وشه. بيستخدم قوته الهائله وبيتحكم في الدم وبيقرر انه يوقفه عند حد ويرجعه لطبيعته تاني. بعد شويه من الوقت بيفوق فرانكن وبيلاقي نفسه في القصر. بيقوم وبيروح لرايزل وبيبقى مكسوف من نفسه. بيقول له رايزل انهم لازم يروحوا القلعه تاني وان هما الاثنين بقوا مكروهين من اشخاص كتير، لكن الغريب انه بيتعامل معاه عادي جدا وما بيكونش متضايق منه. يروح فرانكن معاه وبيحضر له الشاي وبيفضل يفكر في اللي حصل، وبيقول ان رايزل استخدم قوه كبيره جدا على حساب صحته عشان ينقذه وبيحس بالذنب جدا. بيقدم له الشاي وبيكون حط دمه فيه. بيشربوا رايزل وبيقول له ان حياتهم دلوقتي بقت مربوطه ببعض وبقى منهم ميثاق بالدم. بنرجع للواقع وبيقول له جيتشل ان لحد دلوقتي بيتمنى انه يرجع بالزمن ويمنعهم من عقد الميثاق ده، وبيقول انه هيضطر يبلغ عن وجوده هنا وان احسن له انه يرجع معاه بلد النبلاء ويثبت لهم براءته. بيرد عليه فرانكن وبيقول له انه اتعود على الحياه هنا وبقى عنده اصحاب وزمايل بيحبوه، وكمان النبلاء زي ريجي وسيرا، وانه مش هيقدر يسيب ده كله ويرجع تاني لحياته البائسه الوحيده. وبيشوفوا جيتشل وهو بيتفرج عليهم وهم بيلعبوا وبيكون شكله مبسوط فعلا. بيجي اخر اليوم وبيقول لريجي وسيرا انه هيرجع البلد بكره. بيقول لريجي انه عارف انه هيحل مكانه في يوم من الايام، ولحد ما اليوم ده يجي هيفضل عايش هنا. بيقول لهم انه عايزهم يستمتعوا بوقتهم ويحققوا كل احلامهم اللي ما كانوش هيقدروا يحققوها في بلد النبلاء. بيرجع جيتشل بلده وبيقول للملكه ان تخميناتهم كانت غلط وان ريجي وسيرا ما لقوش رايزل. بتقول له الملكه انها هتقرا عقله عشان تتاكد. بيقلق وبيقول لها انها مش هتقدر توصل لعقله بسهوله. ترد عليه وبتقول له خلاص هقرا عقل سيرا وانها زعيمه، لكنها مهما حاولت مش هتقدر تقاوم قوتها. بيتفاجئ جيتشل ما بيكونش عامل حساب ان ده يحصل، بتؤمر واحد من النبلاء انه يقبض على سيرا ويحبس جيتشل. بيتدخل ولد تاني واسمه رايل وبيقولوا انه عايز يروح بداله. بيستغربوا كلهم من وجوده وبيقولوا انه عارف ان الزعماء بس هم اللي مسمح لهم
يدخلوا هنا، لكنه هيكون الاختيار الافضل لارجاع سيرا. بتوافق الملكه وبتقول له انه لازم يرجعها باي ثمن. بنروح للطلاب في المدرسه وبيكونوا بيلعبوا بالورق. بيروح يور ريجي وبيقول له يلعب معاهم ويعمل طيارات زيهم. يرفض وبيقول له انه عيل تافه، لكن بيلاقي سيرا ورايزل كمان مشتركين معاهم وبيعملوا طيارات ورق. يوصل رايل للمدرسه وبيستخدم قوه التحكم في العقل، وكل الطلاب بيقعدوا في اماكنهم. بيقوموا الثلاثه وبيقول رايزل ان في دخيل في المدرسه. بيقول له ريجي يفضل هنا وهم يتحققوا من الامر. بيروحوا الحراس لرايل وبيسالوه هو مين وبيعمل ايه هنا. بيستغرب وبيقول لهم انهم بشر، فازاي قوته ما اثرتش فيهم. فجاه بتحصل حاجه مش متوقعه وبيروح ورا امه وبيخترقوا بايده وبيقول له انت طلعت انسان معدل. بيتصدموا كلهم وبيستخدم تاو قوته وبيبعدوا عنهم. بيقع ام في الارض وبيقول رايل يخرب بيت القرف، لطخت ايدي بدم انسان معدل. بيمسح ايده على طول وبيرمي المنديل في الارض. فجاه بيظهروا ريجي وسيرا وبيسالوا ريجي ايه اللي جابه هنا، لكن بيتجاهلوا وبيكلم سيرا وبيقول لها انه جاي عشان يرجعها لبلد النبلاء، وبيقول لها انه مفتقدها جدا وفضل طول ال10 سنين يفكر فيها. بيفضل ريجي يتكلم وبيتعصب رايل وبيقول له ده انت عيل فصيل. بيهجم عليه وبيعلقوا من رقبته. بيتصدموا كلهم انه تفوق على ريجي بكل سهوله، وده معناه انه اقوى منهم هم الثلاثه. بتوقفوا سيرا وبتقول له يسيبه في حاله وبترفض انها ترجع معاه. بيضحك وبيقول لها انها اكيد عارفه انه مش شخص صبور ومش هيفضل يتحايل عليها كتير، لكن بتفضل مصممه على رايها وبتقول له يمشي من هنا. يرد عليها وبيقول لها انه هيتراجع دلوقتي بس، لكنها لازم تسمع كلامه. وقبل ما يمشي بيقول لها بصوت واطي انه مش عايز يوريها الوش التاني ويزعلها. فجاه بيختفي خالص. بيلاقوا ام فقد الوعي خالص. بيرجعوا كلهم البيت وبيدخلوه في انبوب غريب عشان يعالجوه. بيحكوا لفرانكن ورايزل اللي حصل وبيقولوا له انه محدش منهم قدر يوقف الشخص ده. بيقول لهم ريجي ان الشخص ده من عشيره كيرتيا وقالوا انه جه عشان ياخد سيرا. بتقول سيرا ان رايل اتقدم لها في الماضي ولما رفضته غضب جدا ودمر المنطقه المحيطه بيهم كلها. وبعدها اخوه الكبير وزعيم العشيره راجاك قبضوا عليه وحبسوه. بيقول تاكيو انه كان شكله في نفس سنهم، فازاي عنده القوه دي كلها. بيرد عليه ريجي وبيقول له انه ضعف سنه واكتر كمان. بيتفاجئوا وبيسالوا تاو هو عنده كام سنه. يرد عليه وبيقول له انه عنده 199 سنه. بيصدموا الاثنين وبيقول تاو بصوت واطي ان العيل الصغير ده طلع قد اجدادهم. بيقول له انت بتبرطم بتقول ايه. بيتوتر تاو وبيقول له انه ما اتكلمش خالص. بيغير ريجي الموضوع وبيقول ان رايل مش هيسكت واكيد هيرجع تاني. بعدها بيفحصهم فرانكن وبيقول لهم انهم كويسين والصيانه الدوريه هتكون كفايه بالنسبه لهم. بيسال تاو عن ام. يرد عليه وبيقول له انه لسه في مرحله الشفاء. بيتفاجئوا وبيقول كل ده بسبب الجرح البسيط اللي رايل اتسبب فيه. يرد عليه وبيقول له انها كانت ضربه خطيره جدا وواحد غير ام كان زمانه ميت اصلا. بيكونوا الاثنين متضايقين جدا من نفسهم انهم ما قدروش يعملوا اي حاجه قدامه وبيطلبوا منه انه يزودهم بالقوه. بيستغرب فرانكن وبيقول لهم انه كان فاكرهم مش عايزين يرجعوا لكونهم فيران تجارب. يرد تاكيو عليه وبيقول له انهم عايزين القوه عشان يحموا صاحبهم مهما كان الثمن. وبيقول ان ام هو اللي عرض عليه انهم يقعدوا في البيت عشان ما يتشردوش وانه يساعدهم كتير. يوافق فرانكن انه يساعدهم ويعدل قوتهم. بنروح لريجي وسيرا. بيقول لها ان رايل ده هيعمل لهم مشاكل كتير وان كان شكله ناوي على شر فعلا ومش باقي على حاجه. بيقول لها انه اكيد عايز يتقدم لها عشان ياخد عشيره لويار. فجاه بتحط ايديها على دماغه وبيخاف منها وبيبعد على طول. بتقول له انها مستحيل توافق على رايل وانهم اكيد هيلاقوا طريقه تخلصهم منه. وبتقول له انها هترجع غرفتها عشان تنام، لكن الحقيقه انها بتخرج بره البيت. بنروح لرايزل وبيخرج من البيت هو كمان وبيلاقي فرانكن في وشه وبيقول له انه لازم يفضل مختفي عن الانظار وان هو اللي هيتولى المهمه دي. يرد عليه وبيقول له انه من عشيره كيرتيا يعني هو كمان مش هيقدر عليه، لكن بيفضل فرانكن مصمم وبيوافق رايزل وبيرفع الختم من عليه. بنروح لرايل وبيكون واقف على سطح مبنى. بتروح له سيرا وبتقول له انها عايزه تتكلم معاه شويه. بيتريق عليها وبيقول لها بتحني له ولا ايه. ترد عليه وبتقول له انها عايزه تساله عن شيء واحد. هو كان قصده ايه لما قال لها انه مش عايز يزعلها. بيقول لها انه سر ومش هينفع يقول لها، وبيقول لها انه عايز يخلصها من اللي هي فيه ده. وجودها مع ريجي خلاها تتعامل مع البشر الاغبياء وانها لو وافقت تبقى معاه هيخليها اسعد واحده. وبيعرض عليها الجواز تاني. بترد عليه وبتقول له ان البشر اللي بيقول عليهم اغبياء دول هم اللي خلوها سعيده فعلا وانها عايزه تفضل معاهم مش معاه هو. بتعصب رايل جدا وبيقول لها انت بتفضليهم عليا انا. فجاه بتحصل حاجه غريبه وبتنزل عليهم الرماح الخارقه وبتفصلهم عن بعض. بيظهر فرانكن وبيقول له انه هيعلمه ازاي يتكلم مع بن. بينزل له وبيساله ايه اللي جابه البلد دي وايه هدفه الحقيقي. بتعصب رايل اكتر وبيقول له يخرس خالص وبيهجم عليه بكل قوته، لكن بيكون فرانكن اسرع منه وبيتفاداه بسهوله. بيقول له ان اذى واحد من موظفينه وعشان كده هو اللي هيخلص المساله دي معاه. بيستخدم قوته الخارقه وبيهجم عليه. بيتفادى رايل باعجوبه وبيقول لنفسه طلع لي منين ده. بيفضل فرانكن وراه بالرماح الخارقه لكن بيكون سريع جدا. بيستخدم رايل قوه الاستنساخ وبيهجم عليه لكن ما بيلحقش يوصل له. وبيخترق دراعه فرانكن بالاشواك الحاده وبيقضي على كل نسخه. بيقول له انه غضبه الشديد بيخليه مش مركز وهو السبب في خسارته. وبيقول له انه حس بروح زعيم العشيره السابق للحظه وانه متاكد لانه كان يعرفه كويس. بيقول له رايل انت مين بالظبط يا عم انت. بيتجاهل فرانكن سؤاله وبيقول له انه لو عايز يهزمه يبقى لازم يستخدم قوته الكامله. فجاه بتحوطه النار الخارقه وبيقول له انه هيحقق له هدفه وهيوريه قوته الحقيقيه. بيستدعي السلاح الخارق بتاعه وبيهجم عليه بكل قوته وبيسيبه اصابه شديده جدا. بيضحك فرانكن وبيتحمس انه يقاتله وبيخرج قوته الحقيقيه. بيستدعي سلاحه الخارق وبيستعد للمعركه الكبيره. فجاه بيحصل انفجار كبير ورايزل والباقيين بيحسوا بيه. بتكون المواجهه بينهم شرسه جدا وبيقول فرانكن لنفسه انهم لو فضلوا على الحال ده المدينه كلها هتتدمر. بيروح ريجي لسيرا وبتقول له انها هتوقف القتال ده بنفسها وبتطلب منه المساعده. بيروحوا لهم الاثنين وبتهجم سيرا عليه بسلاحها
الاسطوري. بتصدم رايل انها كانت مستعده تقتله حرفيا، بتقول له يمشي من هنا بسرعه. بيفضل يمثل وبيقول لها انه بيحبها، ومع ذلك هي مش عايزه تتقبله. بتقاطعه وبتقول له ان ده انذاره الاخير وانه لازم يمشي من هنا دلوقتي. بيضحك ضحكه شريره وبيقول لها انه ما كانش عايز يعمل كده، لكن هي اللي اضطرته. وفجاه بيظهر لهم قائمه سحريه، واول ما بيشوفوها بينحنوا قدامها. بيكون مكتوب فيها ان سيرا لازم تستجيب لاستدعاء الملكه وتتخلى عن مهمتها هنا. بيتفاجئ ريجي، ما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل. بيقول ان هو كمان هيرجع معاهم، لكن بيرفض رايل وبيقول له ان الملكه عايزه سيرا بس. بيبص لفرانكن وبيقول له انا لو لمحتك في حته تانية هقتلك. وبيقول لسيرا انهم لازم يرجعوا بسرعه عشان تلحق تشوف جيتشل ده لو ما كانش اتقتل يعني. بيفضلوا الاثنين واقفين مصدومين، وقبل ما سيرا ورايل يختفوا بتقول لفرانكن يخلي باله كويس من ريجي. بيرجعوا الاثنين البيت، وبيقول فرانكن اللي حصل لرايزل، وبيقول ان من الواضح ان جيتشل وضعه صعب وده بسبب انه ما بلغش عنهم. بيروح لريجي وبيقول له يجهز نفسه وان عندهم طلعه لبلد النبلاء. بتوصل سيرا وبتقابل الملكه، بتقول لها انه جه في التقرير انها قابلت احد النبلاء في مدينه البشر، لكن اتقال ان التقرير ده غلط. تتجاهل سيرا كلامها وبتسالها عن جيتشل، بترد عليها وبتقول لها انه محبوس لاشتباهه في تقديم تقرير كاذب، وان هي اللي هتقول لها اذا كان التقرير ده صح ولا غلط فعلا. يعني حياه جيتشل متعلقه بيها. تستخدم الملكه قوتها وبتحاول تخترق افكارها. تسالها تاني هل قابلت الشخص اللي كان في التابوت ولا لا. بتحاول سيرا تصدها، لكن بتحس ان دماغها هتتدمر. بيتدخل رايل وبيدافع عنها وبيقول انها بريئه، وان هو كمان ما قابلش حد من النبلاء، وانه ما شافش غير شويه بشر معدلين وشخص تاني غريب وعنده قوه هائله. بتقسى الملكه على سيرا اكتر وبتسيبها فجاه. بتقول ان عصيان اوامرها ورفض الاجابه على اسئلتها يعتبروا جريمتين اكبر من بعض. بتؤمر واحد من النبلاء انه ياخدها ويحطها في الزنزانه. بتقول انها مش لينه زي ابوها، وانها هتحافظ على النظام في البلد ومش هتسمح لحد انه يخالف القوانين. بنروح لفرانكن ورايزل وريجي، وبيكونوا في طريقهم لبلد النبلاء. وبيكون فرانكن صنع للحارس العقاقير الجديده عشان تزود قوتهم وعشان يتاكد انهم بامان طول فتره غيابهم. فجاه بيحصل اهتزاز في الطياره وبيقلق ريجي. بيقول فرانكن انهم كده دخلوا مجال ليكودونيا الجوي وهيهبطوا قريب. بنروح لمجموعه من النبلاء، وبيقول واحد منهم ان في زعيمين مهمين محبوسين وان دي حاجه اول مره تحصل. ترد عليه واحده تانية وبتقول له انهم مش عايزين يقولوا الحقيقه، وده معناه انهم ممكن يكونوا متعاونين مع العدو. يرد عليها النبيل الثاني وبيقول لها ما تبقاش غبيه، وان جيتشل مستحيل يخون الملكه. يروح لهم زعيم العشيره راجار وبيسالوه عن جيتشل وهل اتكلم ولا لسه بيهز دماغه بس بمعنى لا. وبيكونوا كلهم قلقين جدا مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل. فجاه بيدخل عليهم شخص تاني وبيقول لهم ان في طياره اتدمرت عندهم وشكلها كده من بلاد البشر. بيتفاجئوا كلهم وبيسالوه مين اللي كان فيها. يرد عليهم وبيقول لهم انهم لسه مش عارفين وانهم لقوا حطام الطياره بس. بيأمروا انه يستدعي الفرسان عشان يروحوا لمكان الطياره. بيقول لهم واحد منهم انهم هيبعتوا فرسان التنظيم المركزي الاول، ولما يعرفوا معلومات اكتر هيبلغوا الملكه. نروح لفرانكن والباقيين وبيكونوا ماشيين في الغابه. بيقول ريجي انه ما كانش عامل حسابه خالص انه ينط من على الطياره. يرد عليه فرانكن وبيقول له ان شكله كان مستمتع جدا بالموضوع. فجاه بيقف ريجي وبيقول لهم انهم كده داخلين على منطقه محظوره، وبيقول لهم ان اكيد فرسان التنظيم المركزي بيحرسوا المنطقه دي ولو شافوهم مش هيرحموهم، لكن بيتجاهلوا الاثنين كلامه وبيمشوا. بيستغرب ريجي جدا وبيروح وراهم. بيروحوا الثلاثه لقصر رايزل القديم، لكن فجاه بيحسوا بحاجه غريبه وبيأمروا ريجي انه يستناهم في مكانه. بيدخلوا الاثنين وبيروحوا عند بوابه ضخمه وبيستخدم رايزل قوته الخارقه وبيفتحوا. فجاه بيحصلوا على قوه هائله وبيلاقوا السيف الاسطوري المعروف باسم نهايه العالم، والسيف ده كان يخص السيد روك. بيقول رايزل انه ساب لهم شيء مزعج فعلا. بيكون ريجي لوحده وفجاه بيحس بوجود الفرسان. بيخرج وبيتجسس عليهم وبيقول ان مفيش غير حل واحد، وبيغطوا وشه وبيهجم عليهم. بيواجههم كلهم وبيقدر انه يقضي على معظمهم، لكن عددهم بيكون كبير جدا وبيكون عندهم خبره في القتال. فجاه بيقع الماسك اللي لابسه وبيعرفوا انه ريجي. بيقلق ريجي وبيقول انه مستحيل يخرج من القتال ده من غير ما يقتل حد، لكن فجاه بتحصل حاجه مش متوقعه وبيلاقوا الفرسان بيقعوا واحد ورا الثاني. فجاه بيظهروا الحراس الثلاثه وبيكونوا هم اللي ورا الهجوم ده. بيتفاجئ ريجي اول ما بيشوفهم وبيقولوا تاو انهم هنا للمساعده. بيرجعوا الاربعه للقصر وبيتفاجئ فرانكن بوجودهم. بيقول ريجي انهم قالوا انهم كانوا مستخبيين في الطياره. بيضحك تاو وبيقول انه هم بيهبطوا كانوا فاكرين انهم خلاص هيموتوا. وبيقول انهم خدوا راتبهم الشهري، يعني لازم يكونوا موجودين معاهم ويشوفوا شغلهم. بيوافق رايزل على انهم يفضلوا معاهم ويساعدوهم، وبيقول لهم ان سيرا وجيتشل في وضع صعب جدا وده لانهم حاولوا يحموه. وبيقولوا انه مطارد لانهم فاكرين انه السبب في موت السيد السابق. بيتصدم ريجي وبيقول له يعني انت اللي طلعت ورا الخيانه المشهوره دي. بيقول له مش ناوي تقول لنا انت مين بالظبط. يرد فرانكن وبيقول له ان النوبلس ده شخص مميز جدا وعنده قوه مختلفه عن الباقيين. بيسكتوا كلهم وبيسالوا ايه مهمتهم. بيستغرب رايزل وبيقول لهم معقوله هتساعدوا واحد مجرم. بيرد عليه وبيقولوا له انهم مدينين ليه وانهم لازم يحموه مهما حصل. بيقرر رايزل انه يروح بنفسه للملكه ويقابلها. توصل الاخبار للملكه وبتعرف ان ريجي هاجم الحراس وبتتاكد انهم فعلا في جانب العدو وخانوها، وبتقول انها لازم تعاقبهم كلهم اشد عقاب. بيتفاجئوا كل النبلاء وبيقلقوا جدا وبيكونوا عارفين ان العقاب ده هيكون الثبات الابدي. بيقول لها واحد منهم ان معظم الزعماء اللي هنا اتربوا على ايد جيتشل مش هينفع تتخلى عنه بسهوله كده، وكلهم بيتفقوا معاه وبيقولوا لها انها عارفه جيتشل وواثقه فيه كويس. بتحزن الملكه وبتقول ان الثقه بالغير بتخليهم يبقوا اغبياء مش اكتر، وبتقول ان عشان اصرارهم بس هتسيب له حريه الاختيار. تفتكر الملكه حياتها زمان وانها اتعلمت كل حاجه على ايد جيتشل وان هو الوحيد اللي كان بيشجعها. كانت دايما بتجتهد وبتبذل كل مجهودها عشان تبقى الملكه، لكن في يوم من الايام تسمع ابوها الملك بيتكلم مع رايزل وبيعرض عليه انه يبقى الملك
الملك بعده. بتتصدم وما بتكونش مصدقه انه فضلوا عليها واختاروا هو. بتروح الملكه لجيتشل وبتقول له ان رجاله رايزل دخلوا البلد وانها اكتشفت خيانته، وبتساله هيعترف بكذبه ولا لا، وهيختارها هي ولا هيختار رايزل. بيتفاجئ جيتشل ما بيكونش عارف يتصرف ازاي، وبتساله تاني قابل مين في بلد البشر. بيسكت جيتشل شويه وبعدها بيقول لها انه قابل رايزل، بيعترف لها بخيانته وبيقول لها انه هيتقبل عقابها. بتتفاجئ الملكه وبعد شويه بترجع لباقي الزعماء وبتقول لهم ان جيتشل اتنحى من منصبه كزعيم للعشيره واتحكم عليه بالدخول في الثبات الابدي. بيتصدموا كلهم من قرارها وبتقول لهم انهم لازم دلوقتي يركزوا على هدفهم الاساسي ويخلوا رايزل ورجالته يندموا على كل اللي عملوه. بيكونوا ريجي وام في طريقهم للقلعه ومهمتهم انهم يامنوا الطريق لرايزل وفرانكن ويكونوا هم الطعم. بيقول له ام انهم لو تاهوا هيسيبوا في نص الطريق. فجاه بيحصل انفجار كبير قدامهم وبيظهر رايزل. بنروح لسيرا وبتهرب من الزنزانه، لكن فجاه بتلاقي روزا قدامها وبتقول لها انها لازم تنقذ جيتشل وتوقف الثبات الابدي، لكن بترفض روزا وبتقول لها ترجع زنزانتها والا هتبلغ عنها، وبتهجم عليها بقوتها الخارقه، لكن بتقدر سيرا تصدها وبترد لها الهجوم وبتقول لها ان هي كمان زعيمه عشيره زيها وان ملهاش الحق انها تمنعها. بنرجع لريجي والباقيين بيقولوا رايل ان سيرا اتحبست بسببهم، وكمان جيتشل اللي اتحكم عليه بالثبات الابدي، وبيقولوا انه حفيده يعني مذنب زيه بالظبط ولازم يقبض عليه. بيهجم عليه لكن بيصده ام وبيقول لريجي يسبقه هو ويخلص المهمه دي. بيتواصل معاه تو وبيقول له ما يقلقش وانهم مش هيتهزموا بسهوله زي اول مره وانهم معاهم العقاقير اللي فرانكن صنعها ليهم. بيوافق ريجي وبيسيبهم وبيهرب. بيلمحوا راجاكو واحد كمان من الزعماء وبيقول الزعيم التاني انه هيتولى المهمه دي وهيقبض عليه. بنشوف ام ورايل وبتحصل بينهم مواجهه عنيفه، بيساعدوه تو وطاكيو من بعيد وبيضربوا عليه بالنار. بيتعصب رايل جدا وبيقولوا ان لو لمح الشخص اللي بيعمل كده مش هيرحمه. بيكونوا الاثنين خدوا العقاقير وبيقول تاكيو انهم لازم يقربوا منه والا المسدس مش هيطوله. بيتواصل تو مع ام وبيقول له ان جه وقت التنفيذ. بيقول له ما يقلقش ويعتبر نفسه بيتكلم مع ريجي. بيقرب ام من رايل وبيحاول انه يعصبه باي طريقه وبيقول له انه مجرد عجوز ضعيف وما عندوش غير الكلام. بيشجعه تو وبيقول له يستمر في استفزازه. بيتعصب رايل جدا وبيهجم عليه بكل قوته وبيقع في الفخ. بيستخدموا قوتهم الخارقه وبيجمعوا كل الرصاص اللي ضربوه عليه وبيفجروه، لكن المفاجاه ان رايل بيطلع من الانفجار الكبير ده وبيسيطر عليه الغضب. بيستخدم قوته الخارقه وبيظهر ضوء شديد وبيضرب في السماء. بنروح لريجي وزعيم العشيره وبيقول لريجي انه لازم يسيب البلد في اسرع وقت وانه ممكن يرجع بعد ما الدنيا تهدى ويخلصوا من القضيه دي، لكن بيرفض ريجي وبيقول له انه مستعد لاي حاجه ويتقبل اي عقوبه. بيقول له الزعيم انه لازم يهزمه هو الاول عشان يعدي. بيقول له انه لو قدر يخدشه بس هيساعده انه يقابل جيتشل. بيوافق ريجي على طول وبيقول لنفسه انه ما ينفعش يضيع فرصه زي دي من ايده. نروح لام ورايل. بيستخدم رايل سلاحه الخارق الخطير وبيهجم على ام وبيسيبه اصابه شديده جدا. بيضرب تاكو عليه بالنار لكن بيقدر انه يتفاداه وبيقول ان مفيش حاجه هتقدر تاثر فيه. بعد ما قوته الحقيقيه اتفعلت بيخرجوا الاثنين من مخبأهم وبيهجموا عليه لكن بيقدر يتفادى كل هجماتهم. بيضحك وبيقول لهم انهم مجرد بشر معدلين وضعفاء. فجاه بيظهر اخوه الزعيم رجاك وبيتوتر جدا اول ما بيشوفه وبيخبي سلاحه على طول. بيقول له رجاك انه هيحاسبه بعدين بعد ما يخلص عليهم. فجاه بيظهر فرانكن وبيقول لرجالته انهم اتهزموا هزيمه وحشيه. بيتفاجئ رايل اول ما بيشوفه وبيقول لرجاك ان ده الشخص اللي عنده قوه هائله اللي هو قال لهم عليه. وقبل ما يكمل كلامه بيهجم عليه فرانكن بالاشواك الحاده. بيقف رجاك قدامه وبيقول له يبعد هو وانه مش قده ومستحيل يقدر يهزمه. بيستدعي رجاك سلاحه الاسطوري وبيستعد للقتال. بيستدعي فرانكن سلاحه هو كمان وبيقول اللي خايف على نفسه يبعد من هنا. بيهجموا الاثنين على بعض بكل قوتهم وبيحصل انفجار هائل. بنروح للملكه وبتكون واقفه قدام تابوت ابوها وبتقول انها هتثبت له انه كان مخطئ لما وثق في شخص زي ده وان هو السبب في كل اللي حصل لهم. بتؤمر لوديس انه يجيب جيتشل وبتتواصل مع روزا وبتأمرها انها تروح لها. بتقول روزا لسيرا ان الملكه استدعتهم وانهم لازم يمشوا دلوقتي. بنرجع لفرانكن ورجاك. فجاه بيختفي رجاك تماما من قدامه. بيضحك رايل ضحكه شريره وبيقول انه بمجرد ما اخوه يندمج مع المحيط محدش هيقدر يوقفه، لكن بيستخدم فرانكن قوته الخارقه وبيقدر انه يلاقيه. بينسخ رجاك نفسه وبيهجم عليه وبيقدر فرانكن انه يواجهه هو ونسخه لوحده. بيتحمس تاو جدا وبيقول ان المدير بتاعهم مذهل فعلا. بنروح لكارياس وريجي وبيكون ريجي خلاص جاب اخره ومش قادر يكمل القتال. بيلحقوا كارياس قبل ما يقع. بيستغل ريجي الفرصه وبيضربه في جنبه ضربه خفيفه وبيقول انه كده كسب وأذاه زي ما قال. بيرد عليه كارياس وبيقول له انه عيشته مع البشر غيرته جدا. بنروح للملكه وبيكونوا جيتشل وسيرا قدامها. بتسال سيرا هل هربت من الزنزانه عشان تنجز جيتشل. ترد عليها وبتقول لها انها عملت كده فعلا. بتقول لها الملكه ان اعترافها بحمايه خاين هيحكم عليها هي كمان بالثبات الابدي. بيتفاجئوا لوديس وروزا وبتقول لها روزا انها كده بتبالغ جدا في معاقبتهم. بيتدخل جيتشل بيقول لها ان ولا سيرا ولا رايزل ارتكبوا اي جريمه وانها ظلماهم. ترد عليه وبتقول له انه برضه بيتستر عليه رغم انه هيدخل في الثبات الابدي بسببه. بتقول له انها شويه وهتقبض عليه هو كمان وهتحكم عليه بنفس الحكم. بيرد عليها وبيقول لها انها غيرانه منه لان هو الوحيد اللي حصل على اعتراف السيد السابق وكان عايز هو يكون الوريث بتاعه. بنرجع لفرانكن ورجاك. بيكون رجاك مذهول من قوته ما بيكونش قادر يقاومه تاني. بيخاف رايل جدا وبيعرض عليه انه يستخدم السلاح بتاعه لكن بيرفض وبيقول ان ابوه اتمنه هو على السلاح ده وما ينفعش حد غيره يستخدمه. بيقاطعهم فرانكن وبيقول لهم ان ابوهم رايغا هو اللي علمه ازاي يستخدم قوته ويتحكم فيها وبيتحمس اكتر وبيقول لهم خلونا نكمل قتالنا. بنرجع لجيتشل والملكه وبيكون جيتشل لسه بيهزق فيها وبيقول لها انها لسه مش جاهزه كفايه انها تكون الملكه اللي هتجمع بين النبلاء وتوحد قواهم مش تفرقهم. بيتفاجئوا كلهم من كلامه وبيقول لهم ان كره
بيكره الملكه الرايزل بسبب ان الملك السابق اقترح عليه ان هو اللي يبقى الملك. بيقول لها ان الجريمه الوحيده اللي عملها فعلا هو انه فشل في انه يرجعها للطريق الصح، وفشل في تربيتها، وانها تكون نبيله تستاهل العرش فعلا. بعد ما بيخلص كل كلامه بيقول لها ان كل الزعماء الجداد بقوا عارفين حقيقتها دلوقتي، وانه مستعد ياخد عقوبته خلاص. تستخدم الملكه قوتها، تستدعي سلاحها الاسطوري، وبتنزل لجيتشل وبتحكم عليه بالثبات الابدي. لكن قبل ما يتنفذ الحكم بيتفتح الباب وبيدخل رايزل. فجاه لبسه كله بيتغير لبدله سودا. كلهم بيتفاجئوا، وبتقول الملكه اخيرا اتقابلنا تاني. بيسالها رايزل هتعمل فيهم ايه؟ ترد عليه وبتقول له ان اي حد يساعد خاين زيه يبقى لازم يموت. يقرب منها وبيقول لها انه مش هيسمح لها انها تقتلهم. بيقف كي قدامه وبيقول له انه مش هيسمح له يقرب من الملكه. بيستخدم قوته الخارقه وبيهجم عليه، بيتسبب في انفجار كبير، وبيكونوا فاكرين انه قضى عليه خلاص. لكن المفاجاه ان رايزل بيخرج من الانفجار من غير ولا خدش. بيتصدموا كلهم وبيهجم كي عليه تاني، لكن كانه بيضرب في حيطه. بيستخدم رايزل قوته الاسطوريه وبيشل حركته في لحظه وبيحدفه بعيد. بتتدخل روزا وبتستدعي سلاحها الخارق وبتهجم عليه بيه، لكن مفيش حاجه بتقدر تخترق الحاجز السحري بتاعه. بيرد لها رايزل الهجوم وبيوقعها. بيهجم عليه لوديس كمان وبيحبسه جوه حاجز سحري ضخم، لكن بيقدر رايزل انه يدمره في لحظه. بيتجمعوا الثلاثه عشان يهاجموه. بيسبقهم رايزل وبيستخدم قوه التحكم في العقل وبيثبتهم كلهم. بيتفاجئوا سيرا وجيتشل، وبتقول سيرا ان الملك بس هو اللي يقدر يستخدم التحكم في العقل على باقي الزعماء. بتتدخل الملكه وبتقول ان محدش هيهزمه غيرها، وبتستخدم قوتها الاسطوريه وكلهم بيحسوا بيها، وحتى فرانكن وراجاك بيحسوا بقوتها وبيتجهوا على طول ناحيه القصر. بتهجم عليه الملكه وبيقدر رايزل انه يوقفها بسهوله وبيحدفها بعيد كمان. بيلاقوا كلهم جدا، وبتقول لهم الملكه محدش يحاول يتدخل، وانها هتهزم الشخص اللي خلاها تعاني طول حياتها لوحدها. بتهجم عليه تاني، لكن هجومها ما بيأثرش فيه. بيقول لها انها المفروض عندها نفس قوته، فليه مش عارفه تستخدمها صح. بترد عليه بتقول له انها مش محتاجه تستخدم كل قوتها عشان تهزم شخص خاين وجبان زيه. بيقاطعها وبيقول لها ولا عشان خايفه انك ممكن تخسري قدامي حتى لو استخدمت قوتك كلها. بتتعصب وبتقول له انها هتوري له قوتها الحقيقيه. بتستخدم تعويذه حقل الدماء، ودي تعويذه قويه جدا، لكن على مين يا صاحبي؟ بيقدر رايزل انه يلغيها في لمح البصر. بتقع الملك على الارض وبتقول بكل حزن انها خسرت قدامه تاني، وانها هتفضل طول عمرها وحيده. يقف قدامه الثلاث زعماء وبيشجعوها وبيقولوا لها ان الملكه بتاعتهم مستحيل تخسر على ايد خاين. بيقاطعهم رايزل وبيقول لهم انهم بيضيعوا وقتهم وخلاص، وانها عشان تتقن القوه الملكيه مش هتقدر تلمسه بخدش واحد. بيتعصبوا الثلاثه وبيوحدوا قوتهم وبيهجموا عليه مره واحده، لكن بيقدر يصد الثلاثه ومحدش منهم بيقدر يقرب له. بيقف قدام الملكه وبيقول لها ان امرها انتهى خلاص. بيستخدم تعويذه حقل الدماء وبتظهر دوامه ضخمه من الدم. بتقوم الملكه تستخدم نفس التعويذه، تحصل مواجهه عنيفه جدا بينهم. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. فلو وصلت لهنا ما تنساش انك تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، وانك تقول لنا رايك في الكومنتات، وتفعل جرس التنبيهات عشان تشوف كل جديد. نشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.